انا جيت. ازيك عزيزي العلمانجي؟ عامل ايه؟ انا كويس واتمنى يا رب انت كمان تكون كويس. في الفيديو بتاع النهارده هنشرح، او في الحصه بتاعت النهارده هنشرح الجزء الاول او الباب الثالث عندنا، واللي كان بيتكلم عن انواع الروابط واشكال الجزيئات. يلا من غير ما اطول عليك والطول، يلا بينا نبدا نتفرج على او نشوف اول شرح معانا. في البدايه احنا كنا بنتكلم، او الباب كان عندنا بيتكلم معانا في البدايه عن تقسيمه العناصر. العناصر اللي احنا عارفين ان هم عباره عن 4 انواع، كانوا فلزات، لا فلزات، اشباه فلزات، وغازات خامله. هناخدهم دلوقتي كل واحد ونتكلم من حيث دخولهم في التفاعل، مين هيقدر انه يتفاعل ويكون روابط ومين ما يقدرش انه يتفاعل او يكون روابط. طيب هنبدا في البدايه عن الغازات الخامله. الغازات الخامله هي عناصر لا تدخل في التفاعل الكيميائي، عناصر ما بتخشش عندك في التفاعل الكيميائي. لا، ليه ما بتخشش في التفاعل الكيميائي؟ عشان مستقره. طبيعي انت دلوقتي مستقره، واحنا عارفين ان الذره دايما بتحاول توصل لحاله الاستقرار. طب طالما هي مستقره هتخش في التفاعل الكيميائي ليه؟ اصبح ما عندكش اي سبب انها تخش في التفاعل الكيميائي. فدلوقتي الذره او الغازات الخامله ما بتخشش في التفاعل الكيميائي لانها عناصر مستقره، صعب انها تدخل التفاعل الكيميائي في الظروف العاديه. يعني معنى الكلام انها في ظروف ممكن تدخلها التفاعل. يبقى دلوقتي الغازات الخامله في الظروف العاديه ما بتخشش التفاعل، ولكن في بعض الظروف الخاصه او في بعض لما تعرضها لظروف خاصه ممكن عادي جدا انها تخش التفاعل. طيب، قال لك دايما بتتميز جزيئاتها بانها بتتكون من ذره واحده، دايما هتلاقيها ذره واحده. بمثال عندي مثلا وليكن اهو، لما نيجي مثلا نتكلم الارجون، هل الارجون عندك بتتكلم عنه او بتكتبه AR2؟ لا، انت لما بتيجي تشتغل على الارجون كنت بتعمل ايه؟ كنت بتقول AR بس. فدلوقتي ده الصح كده، ده معناها انها من جزيء او من جزيء من ذره واحده، ولكن مش جزيء من ذرتين. جزيء من ذرتين ده غلط. يبقى دلوقتي الغازات الخامله بتتميز بانها بتكون من جزيء بيتكون من ذره واحده بس، فدايما هتلاقيها في الشكل ده. طيب، تتميز بامتلاء مستوى طاقتها الاخير ب NS2 NB6. طب يعني ايه؟ طب بص كده، تعالى كده مع بعض نتفرج على الجزء اللي عندي. انا مثلا يا سيدي، انا دلوقتي تعالى نفتكر مع بعض كده ايه هي الغازات الخامله اصلا. كنا الغازات الخامله كنا مجمعينها في جمله هناك زر. جمله هناك زر هي جمله زي ما احنا اتفقنا، هي لما كل العناصر اللي موجوده عندي. تمام، الجمله لما كل العناصر اللي موجوده عندي. طب لما كل العناصر اللي موجوده عندي ازاي؟ قال لي بحيث ان احنا لو بصينا على حرف اله، ده هيبقى عباره عن الهيليوم، النون نيون، الالف ارجون، الكاف كريبتون. طيب، سيبك من الكلام ده كله طبعا، والزال زينون والراء رادون. احنا لسه عايزين ايه عشان ما اطولش عليك؟ اقول لك دلوقتي شكل كده نفكر بعض بس سريعا. انا هتكلم عن الهيليوم. الهيليوم لما نيجي نوزعه، الهيليوم عدد الذري 2، فلما كنت بتيجي توزعه كنت بتقول 1s2. طيب، بعد كده النيون، كان النيون 10. طب لما كنا بنيجي نوزعه كنا بنوزعه لاقرب غاز خامل، بس طبعا ما كانش هيظبط معانا، فخلينا ما جاتش من الاثنين، هيبقى 1s وبعد كده 1s2 طبعا 2s2 2b 6. مستوى الطاقة الأخير في كام؟ 6. آخر مستوى فرعي أنت حاطه كان في البي، والبي مكتمل بالإلكترونات. طيب تعالى عشان أصدقك يا مستر أكتر، وزع لي الأرجون. يلا هنا بقى هنوزع على أقرب غاز خامل، نيون 10 3s2 3b6. برضو النيون لما الارجون لما جيت اوزعه وزعته لاقرب غاز خامل، ولما وزعت شفت التوزيعه بتاعتي، لقيت ان اقرب برضه او اخر مستوى فرعي انا موزع عنده كان البي، وان البي برضه فيها 6 الكترونات. يبقى اصبح كده الموضوع بالنسبه لي، الموضوع بقى حاسم نفسه او الموضوع بقى شارح نفسه. ان انا ليه بقول ان دايما بتتميز بامتلاء مستوى الالكتروني الاخير ب NS2 NB6؟ عشان مهما كان حضرتك عندك غاز خامل، الغاز الخامل اللي موجود عندك ده دايما هيكون المستوى الفرعي بيه هو اخر مستوى متوزع وفيه 6 الكترونات، عدا الهيليوم. الهيليوم هو الغاز الوحيد اللي بينتهي بالتركيب 1s2. طيب، بعد لما خلصنا شرحنا الجميل وخلصنا الغازات الخامله، دخلنا بعد كده عندي على ايه؟ دخلنا بعد كده على الفلزات واللا فلزات واشباه الفلزات. الفلزات واللا فلزات واشباه الفلزات هي عناصر بتخش في التفاعل الكيميائي. يبقى الغازات الخامله ما بتخشش في الظروف العاديه، ولكن الفلزات واللا فلزات واشباه الفلزات في الظروف العاديه بتخش في التفاعل. طيب، بتخش في التفاعل ليه؟ قال لي يا مستر هتميل انها تفقد. ده لو في حاله الفلزات، الفلزات هتبقى عايزه تفقد عشان توصل لاقرب غاز خامل او لاقرب مستوى مكتمل فيها. طب واللا فلزات
هتكتسب الكترونات عشان تكتمل. اشباه الفلزات ممكن تاخد سلوك الفلزات او تاخد سلوك اللافلزات، وده لو في حاله الرابطه الايونيه. طب ما ممكن كمان تبقى قايمه على المشاركه ما بين لا فلز ولا فلز زي ما هنشوف دلوقتي. طيب بعد كده كنت انت خدت طريقه او نموذج اسمه نموذج لويس النقطي. نموذج لويس النقطي ده كان نموذج بيتكلم عندك عن توزيع الكترونات مستوى الطاقه الاخير. طيب تعالى كده نروح لمثال او نشرحه كده ببساطه. بص يا سيدي، انا دلوقتي لما اجي دلوقتي اشوف طريقه لويس دي، كان هو عايز يوضح او يبسط الطرق بالنسبه له. كان عايز يوضح الطرق او يبسطها ازاي؟ انا يا مستر دلوقتي انا عندي عناصر كتير جدا عايزه ان انا اوضحها، عايز اعرف من غير ما اروح لحوادث كتير، ان انا عايز اعرف بس انا محتاج، كل اللي دايما بحتاجه هو الكترونات مستوى الطاقه الاخير. فاخترع طريقه عشان يحط الكترونات مستوى الطاقه الاخير، فيبقى سهل عليك انك بعد كده لما تشوف العنصر انك تتعامل معاه. طيب افكرك بيها سريعا، ولا يكن مثال زي اللي موجود عندك في المذكره. انا عندي الفسفور ب 15. لازم الاول عشان توزع بطريقه لويس لازم تحدد عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير. طيب انا دلوقتي رايح احدد اهو، وزعه ب 15 نيون 10، بعد كده 3 اس 2 3 ب 3. طيب يبقى انا كده دلوقتي وزعته، بعد لما وزعته هبص على مستوى الطاقه الاخير. ده اسمه مستوى فرعي وده اسمه مستوى فرعي، الاتنين زي ما انت شايف كده في المستوى الرئيسي الثالث، يبقى هو ده مستوى الطاقه الاخير. يبقى انا دلوقتي هبص على مين؟ يبقى انا لما اجي بعد كده اعتمد ان انا اوزع على طريقه لويس النقطيه هعمل ايه؟ هبص على الالكترونات اللي في الاس والالكترونات اللي في البي. طيب بعد كده انا دلوقتي حطيت الالكترونات اللي في الاس والالكترونات اللي في الايه؟ اللي في البي، عددهم كام؟ 2 و3 5. يبقى انت معاك كده في مستوى الطاقه الاخير 5 الكترونات. طيب تعالى بقى نروح نوزعهم بطريقه لويس. لويس قال لك بكل بساطه هتحط عندك العنصر، ادي العنصر بتاعي الفسفور، هكتب الرمز بتاعه اهو بي. طيب قال لك حوالي كام نقط؟ قال لك 5. قال لك هتيجي عند كل جهه وتحط نقطه. 3 4 5. طب ليه ما حطيتهمش اتنينات اتنينات يا باشا؟ لا، وزعهم فرادى زي ما كنت بتوزع في قاعده هوند في الاوربيتالات. لازم توزع الاول فرادى، يبقى تبدا انك توزع 1 2 3 4. خلاص وزعت الفرادى بتوعك، ابدا احسب العمليه ايه؟ ازدواج. وكنا متفقين ان عمليه الازدواج دي مش هتحصل او مش هتزيد عن 3، يعني هما دايما 2. حضرتك هتحط 3 يبقى انت كده بتهبط. يبقى انا دلوقتي كل اللي قدامي ان انا هحط في كل ركن عباره عن 2 الكترون بس، علشان في الاخر لما يجي يشترك او يرتبط يبقى حواليه التركيب الثماني، يبقى حواليه 8 الكترونات فتصبح مكتمله. طيب بعد كده الجزئيه اللي كانت عندنا بعد كده، وهي جزئيه انا عندي دلوقتي بعد خلاص ما اتكلمنا عن نموذج لويس تنقسم الروابط. قال لي بتنقسم الروابط عندي، او الروابط اللي عندي موجوده عندي نوعين، روابط كيميائيه وروابط فيزيائيه. الروابط الكيميائيه عندي 3 انواع، ركز في اللي انا بقوله عشان ممكن يسالك عليهم. ممكن يقول لك من الروابط الكيميائيه مين ومين، او يقول لك هل الرابطه دي من الروابط الكيميائيه ولا الروابط الفيزيائيه. فعشان تبقى عارف لازم تعرف تصنيفهم. قال لك الروابط عندك هم نوعين زي ما احنا قلنا، يا كيميائي يا فيزيائي. الروابط الكيميائيه 3 انواع، يا اما رابطه ايونيه، تساهميه، تناسقيه. طيب الروابط الفيزيائيه هم نوعين بس، فلزيه وهيدروجينيه. طيب انا دلوقتي هنخش على اول واحده عندي وهي الرابطه الايونيه. الرابطه الايونيه هي رابطه كانت بتنشا، قلنا يا اما ما بين، خدنا قاعده كده في العموم قبل ما ابدا احدد او ابدا اخش جوه التفاصيل شويه، ان في العموم لازم تبقى عارف ان الرابطه الايونيه عشان تحصل ممكن تحصل ما بين مجموعه ذريه موجبه ومجموعه ذريه سالبه. انا عندي المجموعه الذريه الموجبه وممكن مجموعه ذريه سالبه، ممكن عنصر موجب مع عنصر سالب. الفكره ان لازم يكونوا شحنتين عكس بعض، لان احنا لو ما جينا لو تفتكر لما قلنا على الرابطه الايونيه دي قلنا انها مالها؟ قلنا رابطه بتنشا من التجاذب الالكتروستاتيكي، متجاذبه، لازم تتجاذب، يبقى لازم قطبين عكس بعض او اشارتين عكس بعض عشان يحصل ما بينهم تجاذب. يبقى انا عندي الرابطه الايونيه. تعال بقى نتكلم عن الرابطه الايونيه. الرابطه الايونيه قال لك هي رابطه تنشا بين فلز موجب، فلز ايه؟ موجب، زي ما احنا قلنا انها لازم بتكون ناشئه من شحنه موجبه وشحنه سالبه. فلز موجب يتميز بقبل نص القطر. نص قطر الفلزات معروف ان نص قطر الفلزات كبير لانها بتكون في ايه؟ في بدايه الجدول. بعد كده وبتتميز بصغر جهد التأين. طيب صغر جهد التأين اشمعنى الخاصيه دي من وسط الخواص كلها اللي احنا كنا خدناها الترم اللي فات؟ اشمعنى اتكلمت عن الخاصيه دي بالذات؟ علشان اوريك سرعه فقدها، اوريك انها قد ايه بتفقد بسهوله. فالوحيد اللي هيعرفني هل هي بتفقد بسهوله ولا بصعوبه كان جهد التأين، لان جهد التأين زي ما احنا قلنا كل ما كان جهد التأين صغير
كل ما عمليه الفقد كانت اسهل. ولو جهد التأين كبر يبقى معناته ان انت بتكسر نظام الكتروني مستقر، وساعتها يبقى انت كده معناها ان انت بتخرج عن المألوف، بتخرج عن المتوقع بتاعك. انت المتوقع بتاعك انك تفقد 2، فهتلاقي مثلا جهد التأين الاول والثاني بالنسبه لك كويسين. طب هتفقد اكتر من كده؟ لا، هيبقى ساعتها انت كده هتروح تكسر الربط او النظام المستقر او النظام الالكتروني المكتمل علشان تفقد الثلاث الكترونات. طيب، وبين لا فلز سالب، معروفه اللا فلزات سالبه عشان هي بتكتسب فبتتحول تبقى ايون سالب. قال لي وتتميز اللا فلزات دي بتميز بصغر نصف القطر. الفلزات عشان في اخر الجدول الدوري فكلما اتجهنا كان بتقل، يتميز بصغر نصف قطرها. وكبر الميل الالكتروني. طب ليه يا مستر ما اتكلمتش على جهد التأين؟ احنا هنتكلم على كل واحد بالخاصيه اللي تميزه. جهد التأين عشان انت دلوقتي هتتأين او هتفقد الكترونات، فجهد التأين بالنسبه لك كويس. طيب بالنسبه للافلزات لا، جهد التأين مش كويس، احنا محتاجين ان انت تظبط الموضوع اكتر من كده. اللي هي الميل الالكتروني هيقول لك هي هتكتسب قد ايه وقدرتها على الاكتساب، فقال لك كبر الميل يعني بتميل للاكتساب قوي، اللي احنا عارفين ان اللافلزات بتكتسب. قال لك خلي بالك ان الفرق في السالبيه الكهربيه بينهم بيكون اكبر من الواحد وسبعة من عشرة. اكبر من او بيساوي الواحد وسبعة من عشرة انت رابطه ايونيه، اقل من كده لا. وزي ما احنا قلنا هي ليس لها وجود مادي لانها بتنشا من تجاذب الكترو ايه استاتيكي. هي ملهاش اي وجود مادي عندي، لا ده الرابطه دي موجوده بتنشا من التجاذب الالكتروستاتيكي، ان شحنه موجب وشحنه سالب هيتجاذبوا مع بعض، فهم مش متلامسين اصلا، يعني هم ما فيش بينهم وبين بعض تلامس، هو في بينهم وبين بعض تجاذب يعني مش متداخلين. لا هم متلامسين كده من بعيد بسبب ان دي شحنتها موجبه ودي شحنتها سالبه فهيتجاذبوا. طيب بعد كده دخلنا على خواص المركبات الايونيه. خواص المركبات الايونيه عندك كانت كالاتي: هي مركبات صلبه، كل المركبات الايونيه مركبات صلبه في درجه الحراره العاديه، يعني في درجه حراره الغرفه او في درجه الحراره العاديه هتلاقيها دايما مواد ايه؟ صلبه. طيب زاد درجه انصهار وغليان مرتفع، عشان تصهرهم او عشان تحولهم لماده سائله يا باشا لا، انت محتاج تسخن قوي لدرجات حراره عاليه جدا علشان يا اما الماده تتحول من الحاله الصلبه للحاله السائله، او ان هي تغلي توصل معاك لدرجه الغليان هتحتاج درجه اكتر كمان. قال لك محاللها ومظاهرها جيده التوصيل للكهرباء، يعني سواء دي ماده صلبه حضرتك سيحتها حولتها لسائل، او سواء جبت الرابطه الايونيه دي او ماده ايونيه زي مثلا كلوريد الصوديوم وحطيتها جوه ميه كده عملت منها محلول، اصبح سواء هي في حاله محاللها او مصاهرها هي يا باشا جيده التوصيل للايه؟ للكهرباء. تاني حاجة قال لك تزداد قوة الرابطة الأيونية، لازم تبقى عارفها عشان دي معلومة مهمة جدا. لازم أو بتزيد عندك قوة الرابطة الأيونية بزيادة فرق السالبية الكهربية، يعني كل ما كان زيادة الفرق في السالبية الكهربية اللي احنا كنا على أساسه بنحدد الرابطة دي أيونية ولا لأ، يعني مثلا أنا عندي عنصرين رحت أجيب فرق السالبية الكهربية ما بينهم، ولا هنروح المثال ليه؟ تعالى يا باشا نجرب على طول كده نشوف قدامك كده تاخدها عملي. بص يا ريس، أنا دلوقتي أهو لما هاجي أشتغل أنا دلوقتي إيه اللي قدامي؟ أنا هروح اجيب مثلا وليكن مركب، عندي مركب وليكن NaCl، ده مركب موجب وسالب، ده مركب ايوني، ده فلز شحنته موجبه وده لا فلز. دلوقتي المركب اللي قدام حضرتك ده ولنفترض ان النيتروجين الصوديوم قصدي ب9 من 10 والكلور ب3 من 10 ب3، يبقى 3 ناقص 9 من 10 ده اسمه فرق السالبيه الكهربيه، انت كده بتحسب له فرق السالبيه الايه؟ الكهربيه. فرق السالبيه الكهربيه كده هيبقى بيساوي كام؟ 9 من 10 هتشيلها من الثلاثه تطلع لك 2.1 من 10. واستخدم الاله الحاسبه وحياه عيالك عشان الناس اللي بتطلع ارقام غريبه دي ما تشغلش دماغك، طالما انت ما بتفهمش ما تشغلش دماغك، ما تشغلهاش، اقفلها اركنها واستخدم الاله الحاسبه. طيب يا سيدي شكرا. هتطلع ب 2.1 من 10، ده الرقم اعلى من الواحد و7 من 10. اذا الرابطه اللي قدامي دي رابطه مالها؟ رابطه ايونيه، يبقى انا كده تمام ومزبصر وزي الفل، يبقى انا كده عرفت ان دي رابطه ايونيه. طيب لو انا عندي مركب تاني برقم وليكن لنفترض ان المرقم اللي عندي مثلا وليكن ب1.8 من 10، فهيبقى مين في الاثنين اقوى؟ الرابطه الايونيه اللي فرق السالبيه ما بينها وبين بعضها 1.8 من 10، ولا الرابطه اللي فرق السالبيه ما بينها 2.1 من 10؟ لا يا مستر، الاتنين وواحد من 10 الفرق السالبيه بينها دي اللي هتكون اقوى. كل ما عندك الفرق في السالبيه زاد كل ما قوه الرابطه الايونيه هي كمان حصل لها ايه؟ زادت. طيب نرجع للملف بتاعنا. عندي عشان اكون عارف ان اكبر مجموعه عندي في الفلزات هي ال1A، دي اكبر مجموعه لانها في اول الجدول الدوري
كبيره كحجم، كبيره ككل حاجه، كل حاجه فيها كبيره. ايه ده؟ طيب ال 7A برضه في نفس الوقت السلبيه الكهربيه بتاعتها مجموعه قويه، لان لو تفتكر فيها اول ال 7A هو مين؟ الفلور، والفلور قلنا ان هو من اكبر العناصر سلبيه كهربيه عندي في الجدول الدوري. فلما اطرح اكبر عنصر في السلبيه الكهربيه مع اصغر عنصر في السلبيه الكهربيه، يبقى انت كده ساعتها بتعمل فرق في السلبيه الكهربيه عالي. فعشان تعمل مركب فرق السلبيه الكهربيه ما بينه وبين بعض عالي، هتجيب عنصر من ال 7A مع عنصر من ال 1A. طيب حالات شاذة. الحالات الشاذة اللي كانت عندي في الرابطة الأيونية هي حالات بتختلف عن المألوف. احنا متعودين او احنا قلنا ان انا عندي المركب او الرابطة بتنشأ ما بين فلز موجب ولا فلز سالب. امين. الفرق في السالبية بيكون اكبر من 1.7. امين. قلنا انها جيدة التوصيل للكهرباء. كل ده حالات مين؟ المركب الايوني. قال لي ولكن انا عندي مركب اسمه كلوريد الالومنيوم. كلوريد الالومنيوم ده مركب ناشئ من فلز موجب اللي هو الالومنيوم، ولا فلز سالب اللي هو الكلور. ولكن لما حضرتك تيجي تجيب فرق السالبيه الكهربيه، بتلاقي فرق السالبيه الكهربيه بواحد ونص. بواحد ونص. طيب ده اول مشكله، كده هي اقل من 1.7، واحنا قلنا المركبات الايونيه بتبقى اكبر من 1.7. طيب بعد كده قلنا ان انا عندي الفرق، قلنا ان هي بتوصل كهرباء بشكل كويس. قال لك كلوريد الالومنيوم ده لا يوصل تيار كهرباء، يعني مش بيوصله ببطء ولا ضعيف، لا ده ما بيوصلش اصلا، ما بيوصلش اصلا تيار كهربي. فكنا بنقول على كلوريد الالومنيوم ده، وبيجي لك دايما في اختيارات يقول لك كلوريد الالومنيوم هو، بنقول دايما ايه؟ مركب يغلب عليه الطابع التساهمي. مركب دايما بالرغم من ان شكله وتكوينه شكل وتكوين المركب الايوني، الا انه بيغلب عليه صفات المركب مين؟ صفات المركب التساهمي. جينا بعد كده خدنا الرابطه التساهميه. الرابطه التساهميه عندي موجوده، كانت بتتكون ما بين عنصريين لا فلزيين، مش زي الايونيه. الايونيه افتكر معايا كانت بتنشا ما بين فلز ولا فلز. هنا دي بتنشا ما بين مين؟ ما بين عنصرين لا فلزيين. قال لي سواء العنصرين دول مختلفين او متشابهين مش هتفرق معايا، يعني سواء العنصر ده شبه العنصر ده ولا لا. قال لك عن طريق المشاركه، لان الرابطه التساهميه زي ما انت كنت خدت زمان في اعدادي ان هي رابطه بتنشا من الايه؟ من مشاركه الالكترونات مع بعضها. قال لك مختلفين او متشابهين عن طريق الايه؟ المشاركه، وهي رابطه ماديه لان هم بيلتحموا مع بعض او بيتداخلوا مع بعض. وهي ماديه ويكون فرق السالبيه الكهربائيه بينهما اقل من 1.7. فرق السالبيه دايما هتلاقي عندك اقل من كام؟ اقل من 1.7. يعني كل ما هو تحت اقل من 1.7 مركب تساهمي او رابطه تساهميه. اللي بعد ال 1.7 او بيساوي ال 1.7 مركب ايوني. وادي عندك كده رسمه لذيذه ولطيفه كده عندك هتلاقيها في المذكره. ما هو مقسمهم لك اهو، ان انا عاملهم لك زي خط اعداد. عند الصفر بيديك، او خليني اقول لك كمان في البدايه ان انت الرابط التساهميه عندك 3 انواع: نقيه، غير قطبيه، قطبيه. قال لك لما تجيب فرق السالبيه الكهربيه هتلاقي ليها، لما تلاقي فرق السالبيه الكهربيه بصفر يبقى دي رابطه نقيه، ودايما هتلاقيها ناشئه ما بين عنصرين زي بعض. يعني مثلا جزيء الكلور Cl2 ده كلوره وكلوره الاثنين لا فلز، لما تيجي تطرح فرق السالبيه طبيعي هيطلع معاك بصفر، فده بنسميها رابطه تساهميه نقيه. طيب لو كان الرقم اكبر من الصفر، مش بيساوي الصفر، اكبر من الصفر، وفي نفس الوقت ما يزيدش عن 4، يعني الرقم مش هيزيد عن 4، وفي نفس الوقت مش بيساوي الصفر، القيمة اللي هتكون مجموع القيم اللي هتكون من بعد الصفر لحد ال 4 دي، كل ما حضرتك تجيب فرق سالبية كهربية وتلاقيه في وسط التدريج او في وسط القيم دي، يبقى دي معناتها انها رابطة تساهمية غير قطبية. طب يا مستر لو اكبر من 4 واقل من 1.7 تبقى رابطه قطبيه. طب ولو بتساوي او عند ال 1.7 او اكبر من 1.7 رابطه ايونيه. يبقى انا كده قدام الكيرف اللي قدامك ده في المذكره هتبدا ان انت ترسم عليه او هترسمه عندك قدامك في ورقه الامتحان، وتبدا تشوف بقى الاسئله اللي عندك. طيب الجزء اللي بعد كده زي ما كان في هنا حالات شاذه وحاجات بتخرج على المألوف او بتخرج عن طبيعه اللي حواليها، برضو كان عندي هنا مركب شاذ وهو فلوريد الهيدروجين. فلوريد الهيدروجين كان مركب مختلف عن العناصر اللي حواليه. قال لك فلوريد الهيدروجين هو مركب تساهمي عادي جدا، بس الفكره فيه ان هو بما انه مركب تساهمي الى انه مركب الفرق السالبيه الكهربائيه بتاعه ب1.9، بس ده ما غيرش فيه حاجه. يبقى هو خرج عن المألوف ان احنا قلنا المركبات التساهميه كلها اقل من 1.7، ده مركب تساهمي بس اعلى من 1.7 ومقداره 1.9. جينا بعد كده خدنا حاجه اسمها النظريات. النظريات دي كانت نظريات بتشرح او بتحاول تفسر ازاي الرابطه التساهميه بتتعمل، بتيجي منين او بتحصل ازاي. فخدنا اول نظريه عندنا كان اسمها نظريه الثمانيات او النظريه الالكترونيه للتكافؤ.
او نظريه كوسل ولويس. قلت لك ليها كام اسم؟ 3. لان انا مش شرط ان انا اقول لك نظريه الثمانيات، ممكن اقول لك النظريه الالكترونيه للتكافؤ او نظريه كوسل ولويس. النظريه الالكترونيه للتكافؤ كانت بتقول لك ان بخلاف البريليوم والليثيوم والهيدروجين تميل جميع العناصر للتركيب الثماني. يعني بخلاف الثلاث عناصر دول اي عنصر تاني هيجي من بعدهم هيميل انه دايما يعمل التركيب الثماني. التركيب الثماني يعني ايه؟ ان يكون حواليه 8 الكترونات، او انه لما يجي يرتبط مع عناصر تانية يبقى حواليه 8 الكترونات. ما طبيعي يا مستر الليثيوم مستوى الطاقه الاخير فيه 1 الكترون، فهل ده هيبقى يوصل للتركيب الثماني؟ لا، عشان كان يوصل كان لازم يفقد، فعشان كده قلنا ان هو ده مختلف، او كوسل ولويس قال لك ان ده مختلف. طيب والبريليوم مستوى الطاقه فيه 2، الهيدروجين فيه 1. فاصبح دلوقتي انا بالنسبه لي عندي مجموعه من الرنجات انا مش هينفع اخرج منها. ولكن العلماء اكتشفوا مع التجربه والاستخدام لنظريه الثمانيات اكتشفوا ليها عيوب. ايه هي العيوب دي؟ اول حاجه عندي وهي عيوب النظريه. عيوب النظريه كانت عندي في البدايه ان هو النظريه ما قدرتش انها تفسر حاجتين. قال العلماء بعد لما بداوا يستخدموها لقوا ان في مركبات تساهميه احنا مش قادرين نفسرها. يعني مش عارفين الكلام ده جه منين، النظريه دي جت منين، والكلام ده كله جه منين. قال لك النظريه لم تستطع تفسير العديد من المركبات التساهميه زي كان مركبين مشهورين جدا: خامس كلوريد الفوسفور وثالث فلوريد البرون. خامس كلوريد الفوسفور وثالث فلوريد الايه؟ البرون. طيب تعالى نرسمهم ونشوف ازاي هم بيختلفوا عن قاعده الثمانيات. احنا قلنا ان الثمانيات كانت بتقول ان هم لازم يكون حواليهم التركيب الثماني، ده شرط النظريه او دي اللي النظريه اتبنت عليه. لو لقينا تختلف عن الموضوع ده يبقى معناتها كده ان ده عيب، لان انت قلت كل العناصر باختلاف كان 3: ليثيوم، بريليوم، هيدروجين. ودي ولا فيها ليثيوم ولا بريليوم ولا هيدروجين، فازاي دي مختلفه وانت قلت ان هم الثلاثه دول بس؟ فطبعا هنبدا ان احنا نشوف دلوقتي، وتعالى نفسرها دلوقتي. بص يا سيدي، قال لي دلوقتي اهو احنا قلنا مركبين: خامس كلوريد الفوسفور، وعندي كمان مين؟ ثالث فلوريد البروم. الفوسفور احنا عارفين ان هو بي 15 مستوى طاقته الاخير فيه 5، فبالتالي لما هنيجي نرسم البي المفروض والطبيعي ان احنا هنرسم ايه؟ 1 2 3 4 5، صح كده؟ طيب انت معاك كام كلوره؟ معاك 5 كلور. المفروض ان الفوسفوره مرتبطه بالخمسه كلور دول. طب هترتبط بيهم ازاي؟ قال لي هترتبط بيهم يا مستر بانها هتعمل ايه بقى؟ بانها هي هتخرج عن المألوف. ايه بقى؟ قال لي بدل ما هتوزعهم فرادى يا مستر، لا ده هتروح تعمل ايه؟ الفوسفوره هتروح تبدا توزيع من الاول وجديد. هتقول لك لا خلاص انا هرتبط مع 5 كلور، ابدا يا باشا شيل الكلام ده كله ونبدا من جديد. فلما هتبدا من جديد ايه اللي هيحصل؟ هيبدا دلوقتي ادي الفوسفوره عندي، ادي البي معاها 5 كلور. احنا قلنا ان البي مستوى طاقتها الاخير فيه 5 الكترونات، فبدل ما هنوزعهم فرادى هتوزعهم ازاي؟ هتوزع فرادى وتجوز؟ لا، هتوزع كله فرادى. ادي 1 2 3 4 5. كده بقى حوالين الفوسفور كام الكترون مفرد؟ 5. وكده هي تقدر تعمل 5 روابط. ادي رابطه مع الكلوره الاولانيه، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. دول دلوقتي كده كام رابطه؟ 5. كل رابطه فيها 2 الكترون، ادي كده 2 4 6 8 10. هل كده هي حواليها التركيب الثماني؟ لا طبعا، احنا قلنا هي كده حواليها كام؟ 10 الكترونات. يبقى دي كنا بنسميها في الوقت ده كنا بنقول انها بتحصل ايه؟ قلنا كنا هي تخالف نظريه الثمانيات، مش زي ما نظريه الثمانيات ايه بتقول. طيب تعالى في اللي بعد كده. اللي بعد كده عندي كان ايه؟ البي اف 3، ثالث فلوريد البرون. البرون توزيعه بي 5، مستوى الطاقه الاخير فيه 3. 1 2 3. تمام تمام، جميل يا مستر لحد دلوقتي مرتبط ب3 فلور زي مفيش اي مشكله اهو يا باشا. ادي الرابطه الثالثه، الثانيه قصدي الثالثه. هل كده هو حواليه 8 الكترونات؟ لا، حواليه 6 الكترونات. فدي حواليها 6 ودي لما شفنا حواليها 10. هل دي تتفق؟ قال لك نفس الفكره بتخالف نظريه الثمانيات. يبقى كده دلوقتي عندي المركبين دول بيخالفوا كلامك يا عم لويس انت وكوسل. قام كوسل ولويس قال لك انا ما اعرفش والله، انا ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش ايه. طب ايه سببها؟ مش فاهم. هو انا قلت نظريه وخلاص، يعني انا كنت قاعد فاضي كده عملت نظريه عن الراجل الطيب ده. مش محتاجة حاجة يعني. بس طب فسر لنا طيب ده ايه اللي حصل او حصل ازاي؟ لا.
وزي ما كان حصل دلوقتي في ثالث فلوريد البرون او خامس كلوريد الفوسفور، كل الحاجات دي في مركبات تانية برضو لقوا فيها مشاكل، فلو فضلوا وراه هيبداوا ان هم يضيفوا عناصر الجدول الدوري كلها في قلب النظريه. فعشان كده كان ده اول عيب عندي. لما جينا نرجع للعيب الثاني، قال لي انه لم تستطع تفسير خواص المركبات التساهميه ولا الشكل الفراغي. المركبات التساهميه ليها شكل في الفراغ وهنتكلم عنه دلوقتي او في النظريه اللي جايه لما نتكلم عن نظريه فاسبر. فليها شكل في الفراغ. طيب الشكل في الفراغ ده كان بيتحدد على اساس عده شرط. طيب تعرفوا يا عم كوسر انت وعم لويس؟ قال لك لا ما اعرفوش. طيب المركبات كانت بتعمل ما بينها وبين بعضها زاويه، الزاويه دي كانت بتنشا منين او بتيجي منين؟ قال لك ما اعرفش. فبالتالي هو مش عارف اي حاجه اصلا، هو قال نظريه وقرر ان هو يحطها ويبليك انت بيها في ثانيه ثانوي وتقعد انت تدرسها، وفي الاخر اقول لك ان النظريه دي ولا ليها اي لازمه ولا هنستخدمها، وبعد لما انت تذاكرها وكده كده مش هتستفيد بيها في حياتك العمليه، في المنهج هتستفيد بيها عادي، انما بعد كده مش هتبقى ليها اي لازمه. طيب النظريه اللي كانت بعد كده هي نظريه تنافر الازواج او نظريه فاسبر. نظريه فاسبر كانت بتنص على ايه؟ قال لك ان ازواج الالكترونات في بينهم وبين بعض تنافر، يبداوا ان هم يزقوا مع بعض ويتدافعوا مع بعض. سبب التدافع ده قال لك ان هم هيفضلوا يتدافعوا مع بعض لحد لما يبعدوا عن بعض، ولما يبعدوا عن بعض في الوقت ده بنقول ان هم وصلوا لشكل الالكترون المستقر او تركيب الالكترون الايه؟ المستقر. تركيب الالكترون المستقر او شكل الالكترون المستقر عندي هو الشكل الفراغي للايه؟ للعنصر اللي عندي او للمركب اللي عندي. وخدنا على الحته دي كان خدنا تعريف لزوج الارتباط والزوج الحر. زوج الارتباط والزوج الحر كنا بنقولهم في ساعه نظريه لويس وكوسل ايام الفرق ده، بس انا قلت اجيبها لك مره واحده. نظريه لويس كان بيقول لك ان الزوج الحر هو زوج الالكترونات اللي ما بتخشش في التفاعل. حضرتك ما بتخشش في التفاعل اذا انت زوج الكترونات حر. طيب زوج الارتباط قال لك هو زوج الالكترونات اللي بيخش في التفاعل، اللي بيتفاعل مع حد، اللي دايما هتلاقيه ماسك في حد. طيب بالنسبه لنظريه فاسبر نظريه تنافر الازواج نظريه تنافر الازواج اللي هي نظريه فاسبر، نظريه تنافر الازواج قالت لك ان زوج الارتباط هو زوج الالكترونات الذي يرتبط من كلتا الجهتين، من كلتا الجهتين. انا همثلها عندي زي ما بمثلك في الحصه بالظبط. احنا بنعمل ايه؟ انت دلوقتي ايدك دي فاضيه صح؟ فاذا هي حره تقدر تمسك بيها اي حاجه ثانيه او هي حاجه، فلكن دلوقتي هي ماسكه مثلا وليكن القلم، يبقى انا كده دلوقتي ايدي دي اهي ماسكه القلم اهو، يبقى هي كده مرتبطه بالقلم من الجهه دي صح؟ يبقى كده ادي لو فرضنا ان دي الجهه الاولى فمن الجهه الاولى هي عامله ارتباط. طب ولو فرضنا ان انا جسمي ده هو الذره المركزيه، الذره المركزيه اللي عندي دي مرتبطه من الجهه الثانيه بدراعي، يبقى دراعي ده يعتبر زي، خلينا نقول ان دراعي ده الرابطه، او ان ده الرابطه اللي بتحصل ما بين ادي زوج ارتباط اهو مرتبط بحاجه ومرتبط بجسم التاني، فبنقول عليها رابطه مرتبطه من كلتا الايه؟ الجهتين. طب الزوج الحر قال لك هو رابطه او هو زوج الالكترونات الذي يرتبط من احدى جهتين، جهه واحده دي حره اهي والثانيه ايه؟ موجوده عندي في جسم او مرتبطه بالايه؟ بالذره المركزيه او بجسم. طيب التنافر عندي كان 3 درجات، درجه قويه، درجه متوسطه، درجه ضعيفه. اقوى درجه من درجات التنافر كان تنافر زوج الحر مع زوج الحر. الزوج الحر بطبيعه الزوج الحر هما الاثنين نفس الشحنه، لما كانوا بيتنافروا بشده، تلاقي هما الاثنين نفضوا بشده او نفضوا بعض بشده. طيب الحر مع الارتباط كان في واحد بيفضل ثابت والتاني بيبقى حر سهل ان هو يروح او يتخبط، فعشان كده كانت الذره برضه بيأثر عليها او بيحصل فيها تنافر، واحد ثابت او بيتهز هزه بسيطه والتاني بيرتد مكانه او بيرجع او بيخبط في جدار الايه؟ الذره. الارتباط مع الارتباط كانوا مستقرين او اضعف نوع. وعلميا عشان تبقى عارف ان الزوج الحر مع الزوج الحر هو الزوج اللي الذره ما بتفضلوش، لانه بيخليها غير مستقره، ده عمال يتخبط هنا زي في خناقه، في عركه دايره جوه، ده بيتخبط مع ده وده بيتخبط مع ده، فتبدا الذره ما تفضلش الموضوع ده، ما تحبش الخناقه دي. ولكن زوج الارتباط مع الارتباط اتنين هاديين مع بعض ايه؟ بيتناقشوا مع بعض فكريا كده بالافكار وشكرا، ما وصلتش التطليع بقى سكاكين والجو ده. طيب اختصار المركبات التساهميه. الاختصار كان حاجه لذيذه وسهله جدا، تعرف الصيغه عرفت تفسر كل حاجه. الاختصار كان عندي كالاتي. طيب نيجي دلوقتي على الاختصار. الاختصار دلوقتي كان عندي هو اختصار المركبات الايه؟ التساهميه. ازاي بختصر المركبات التساهميه؟ قال لي انا بستغيرها بالصيغه اللي قدامك دي AXNEM. طب ايه هم دول؟ قال لي ان الاي دي هي معناها ان وجود ذره مركزيه، ان في عندك في المركب ده ذره مركزيه، وطبعا اغلب المركبات التساهميه فيها ذره مالها مركزيه. طب والاكس؟ قال لي وجود زوج ارتباط، وجود زوج الايه؟ ارتباط. لو انت موجود عندك زوج ارتباط هتحط عندك ايه؟ هتحط اكس. طيب الان ده ايه؟ الان ده هو عدد ازواج الارتباط اللي عندك في المركب. يعني انت قلت لي دلوقتي ان انا يا مستر انا عندي ازواج ارتباط، قلت لك حط اكس. طب هم كام؟ هتحط اكس اس كذا تحت،
او رقم كذا تحت. الرقم اللي تحت ده اللي هو الان هو عدد الازواج الارتباط اللي موجوده عندك. طب الاي ده قال لي وجود ازواج حره. معنى انك تكتب حرف الاي في حد ذاته ان كده في وجود ازواج ايه حره. يعني يا مستر لو انا كتبت اي بس وما كتبتش جنب الام ده اللي هي الرقم بتاعه ده، ما كتبتش جنبه عدد، ده معناته ان في كده موجود ايه. قلت لك معناته ان كده موجود عندك زوج حر، مش شرط انك تكتب الواحد. طب لو انت عايز تقول ان ما فيهوش زوج حر اصلا، هتقف لحد هنا هتقول ان هو فيه ايه ذره مركزيه، اكس ازواج ارتباط وعدد ازواج الارتباط وشكرا. لو في عندك زوج حر واحد بتحط الاي. طيب جينا بعد كده لجزئيه الشكل في الفراغ. الشكل في الفراغ هم 5 اشكال مش هيخرج بره عنهم. ايه هم ال5 اشكال؟ خطي، مثلث مستوي، زاوي، هرم رباعي، وهرم ثلاثي. هم ال5 اشكال دول. مهما المركبات اتغيرت عليك ما تبقاش طالب بصمجي، ما تبصمجهاش. انت دلوقتي يا باشا بكل بساطه كل اللي انت هتعمله هتعمل ايه؟ انا دلوقتي هبص على المركب اللي قدامي وقلمك الرصاصي الجميل واستكتك وارسم. ارسم في ظهر الورقه، ارسم في ورقه خارجيه، ارسم على البنش، ارسم على الحيطه، ارسم. مفيش سؤال هيسالك على زوج ارتباط، على شكل فراغي، على ترتيب ازواج، على بعد كده لما نيجي نتكلم عن روابط السيجما والباي من غير رسم. اسئله الباب الثالث ده كلها معتمده على ان حضرتك تعرف ترسم. ما هو انت يا اما بص هو قدامك حل من اتنين، يا تبصمجها ويستحيل ان انت تخش الامتحان وتفتكر المنهج كله في قلب الامتحان، يا اما تاخدها بذكاء. اشتغل يا باشا، ورك سمارت نوت هارد، يعني شغل دماغك كده. انا دلوقتي هرسم المركب واحدد، فانا عندي هم الاشكال مش هتخرج عن 5. احفظ دول، احفظ ال5 اشكال: خطي، مثلث مستوي، زاوي، هرم رباعي، هرم ثلاثي. خلصت الاشكال بتاعتك خلاص يا باشا. قال لك خطي زي مثلا سي بي اي اف 2، او مثلث مستوي زي بي اف 3، زاوي زي الميه او ثاني اكسيد الكبريت، هرم رباعي واللي كنا بنسميه الهرم البازز عشان ده كان قاعدته او شكله تحس قدامك شكل الايه، شكل المربع. وهنرسمهم دلوقتي، يعني تعالى دلوقتي مع بعض كده نرسمهم، ناخد مركب مركب ونرسمه عشان نتاكد ان الكلام مظبوط. البي اف 2 ادي يا عم البي اف 2 عادي. البي اف 2 يا سيدي اهو موجود اهو، بسم الله كده ادي اهو. هو بيقول لي بي اي اف 2. البي اي اف 2 اللي موجود قدامي ده تعالى نرسمه. ادي البي اي ده البريليوم، مستوى الطاقه الاخير فيه 2، ادي 1 ادي 2. في مشكله؟ مرتبط ب 2 اف، ادي واحده وادي الثانيه. طيب كده انت رسمت المركب. المركب ده عشان اجيب شكله الفراغي او شكل اي مركب فراغي بعد لما ارسمه، هجيب شكل اي مركب فراغي ازاي؟ قال لي وصل ازواج الارتباط بالمركزيه. قلت له كلام جميل. مش ده زوج ارتباط؟ وصله بالمركزيه. مش ده زوج ارتباط؟ وصله بالمركزيه. الشكل اللي قدامك ده شكل ايه يا حبيبي؟ خط. يبقى انا دلوقتي لما رسمت المركب اصبح دلوقتي انا بالنسبه لي مش شرط احفظه، انا رسمت المركب ووصلت ازواج ارتباط ببعضها طلع لي الشكل، ما اضطريتش احفظ ان كذا. افرض جاب لي مركب تاني، افرض غير لي الشكل، افرض غير لي كذا حاجه، ساعتها هنعمل ايه بقى؟ لا، لازم اكون مأمن نفسي، اكون فاهم، مش اكون حافظ وخلاص. ما كتير بيحفظ بس ما بيوصلش. يبقى دلوقتي لازم ان انا اكون دلوقتي ايه، فاهم انا هشتغل ازاي عشان ابسط الموضوع على نفسي. تعالى بدل ما نرسمهم كلهم تعالى نرسم الهرم الرباعي برضو، عشان انا عايزك تبقى عارفه، عشان فكره الايه، فكره البازل اللي احنا اتكلمنا عنها. بص يا سيدي، فكره الهرم هو الميثان CH4. ارسمه ذره كربون، والكربون بتعمل 4 روابط، ادي رابطه، ادي 2، ادي 3، ادي الرابعه. حدد الشكل الفراغي. هوصل يا مستر ازواج الارتباط ببعض. جميل، برافو، شاطر. اهو وصل يا باشا ازواج الارتباط ببعضها. ده زوج ارتباط بالمركزيه اهو، زوج ارتباط بالمركزيه اهو، زوج ارتباط بالمركزيه اهو، زوج ارتباط بالمركزيه اهو. زوج الارتباط اللي قدام حضرتك ده او اللي قدام معاليك ده، ده كده انت مش باين لك شكل. قفل الشكل، قلنا نقفل الشكل كروكي كده اهو. الله يرضى عليك ما تتغباش وتقول معين، لا مستطيل، لا مش متوازي اضلاع والجو ده. احنا قلنا ان فكره ايه؟ فكره الهرم الرباعي هو هرم قاعدته مربعه. انت حاطط اهو، هتلاقي تحس ان ده وجه وده الثاني وده الثالث وده الرابع. هرم مكون من 4 اوجه، قاعدته شكل مربع او شكل رباعي. بس هو ده الهرم الرباعي. طب قلنا ليه؟
قلنا عشان كل زوج ارتباط من دول بيروح لو هو بيتعامل مع المركزيه بيضغط عليها، فيبدا انه يضغط عليها يضغط عليها يضغط عليها، فتبدا انها تطلع لايه؟ لاعلى، زي ما احنا كنا بنقول ايه؟ تبظ لايه؟ لاعلى. باظظ خالي. طيب الشكل الزاوي كان عندي في مثلا، وليكن خلينا نتكلم عن الميه، كده كده انت عارفها وسهله وجميله بالنسبه لك، سهل ترسمها، بس ولكن اللي كان فيه الفكره شويه هو كان ثاني اكسيد الكبريت. ثاني اكسيد الكبريت او SO2 ده كان عباره عن الكبريت. الكبريت مستوى طاقته الاخير في 6 الكترونات لانه S16. الاكسجينه كانت بتخش تاخد منه 2. ليه؟ ما هو الاكسجينه محتاجه يا مستر 2 الكترون عشان تكتمل، فبتاخد من الكبريت. يقول له يا عم الكبريت كده، مش انت حضرتك معاك 6 الكترونات؟ الله اه. قالت لي اديني منهم 2 عشان اكتمل. قال لها خد يا باشا ال2 بتوعك اهو، راجل كريم. جت هو مرتبط بكام اكسجينه؟ 2. جت الاكسجينه الثانيه قالت له بعد اذنك، هو مش انت معاك 2 الكترون تديهم ينفع تديهمني؟ قال لها اتفضلي. اداها 2 الكترون للاكسجينه دي، وادى للالكترونه دي الاكسجينه دي 2 الكترون. اتبقى معاه زوج من الالكترونات الحره، 2 الكترون حرين ما تربطوش مع حد وما دخلوش مع حد في الايه؟ في التفاعل. فدلوقتي اهو يبقى انا كده قدامي اهو. طيب بص كده، هو المفروض والطبيعي ان كان يبقى شكل الجزيء كده بالشكل ده، هو متمدد بالشكل ده كده. طيب ده كده كان مين؟ ذره الايه؟ ذره الكبريت. طيب بعد كده لولا وجود الزوج الحر اللي كان فوق راسه، اللي واقف فوق على راسه ده، قال لك الزوج الحر ده تنافر مع مين؟ مع ازواج الارتباط. فلما تنافر مع ازواج الارتباط خلاها زي اللي مكسوره لتحت بالشكل ده كده، بدات انها ايه؟ تبقى مكسوره لتحت، واخده الشكل الايه؟ اللي قدامك ده. طيب انا عايز احدد الشكل الفراغي. قلت لي بسيطه يا مستر، وصل ازواج الارتباط بالمركزيه. زوج الارتباط بالمركزيه، زوج الارتباط بالمركزيه يكون لك شكل زاوي، اللي انت بتقول عليها يا محب الرياضه زاويه. عندنا في الكيمياء اسمها زاويه، هما الاثنين واحد بس يعني اختلاف مسميات يعني. فده بيكون لك الشكل الزاوي. هل انا دلوقتي حفظت حاجه؟ لا، انا عارف طالما في كده فيها كده كده كده، احنا قايلين اصلا النظريه كانت بتقول كده، طالما في زوج حر وزوج ارتباط هيحصل ما بينهم تنافر. التنافر ده اكيد هيأثر على شكل الرابطه لحد لما هيتباعدوا في الفراغ مكونين شكل المركب الاكثر ثباتا اللي هو ده. يبقى دلوقتي هو هيفضل ان هو المركب يتجاذب، يبدا ان هو يأثر على الازواج الحره الازواج الحره لحد لما يوصل لشكل المركب الاكثر ايه؟ الاكثر ثباتا. طيب وفكره الهرم الثلاثي زيها برضو، ان هيبقى فيه برضو بس هيبقى فيه 3 روابط وهكذا. طيب يبقى خلاص عرفنا ازاي بنجيب الشكل الفراغي، كلام جميل. تعال نرجع تاني المذكره بتاعتنا. قال لي بعد كده بعد ما حددت حضرتك الشكل الفراغي، قال لك يحدد الشكل الفراغي بناء على ازواج الارتباط والازواج الحره. عشان الناس بتوع الازهر او الناس بتوع الاسئله اللي هي اللي بيجوا جزء المقالي، او لو هو حب يجيب لك في الكام سؤال المقالي بالنسبه لك يجيب لك فيهم سؤال علل، يقول لك يجيب لك مركب ويقول لك علل ليه المركب ده شكله كذا. نتيجه الاجابه هي اجابه ثابته ومنطقيه لاي حاجه. يقول لك مثلا علل الBeF2 مركب شكله الفراغي خطي. ليه شكله الفراغي خطي؟ اقول له يا مستر والله عشان بص انا هقول ايه؟ لانه يحتوي على مثلا كذا ارتباط وكذا حر. في حاله الBeF2 لانه يحتوي على 2 زوج ارتباط وصفر زوج حر، مفيش فيه ازواج حره ولكن في 2 زوج الايه؟ الارتباط. 2 زوج الارتباط اللي موجودين عندي دول هم دول اللي هيكونوا او السبب في الشكل الفراغي بتاعه. طب علل الشكل الفلاني كذا شكله كذا، اشوف هو جواه كام زوج حر وكام زوج ارتباط وبناء عليه ابدا احدد. يبقى انا كده عشان احددهم اصلا لازم اعمل ايه؟ لازم ارسم. طب ما انا رسمت وحددت شكل فراغي، وبقيت لما سالت ليه ده شكله الفراغي كذا قلت عشان في كذا ارتباط وكذا حر. طب تعالى هنا دلوقتي في حاجه تانية اسمها ترتيب الازواج. ترتيب الازواج او هو شكل الازواج ده بجيبه عن طريق حاجه اسمها المحصله. ايه المحصله؟ هي مجموع زوج ارتباط مع ازواج الايه؟ الحره. تجمع الاثنين مع بعض يا استاذ المحترم يكون لي الايه؟ يكون لي المحصله او يجيب لك ترتيب الازواج. والمحصله مش هتخرج بره 3 ارقام، يا اما هتلاقي دايما المحصله يا اما ب2 يا ب3 يا ب4. طب لو المحصله ب2 يعني عندك زوج حر وزوج ارتباط او 2 زوج ارتباط. الاثنين زوج ارتباط اللي قدام حضرتك دول يقول لك عليها ان المحصله بتساوي ايه؟ بتساوي لو المحصله بتساوي 2 يبقى ترتيب الازواج ماله؟ خطي. ترتيب الازواج ايه؟ خطي. طيب لو المحصله بتساوي 4 يبقى رباعي الاوجه. لو 3 هرم مثلث، يا اما بنقول عليه مثلث يا اما بنقول عليه ايه؟ ثلاثي. يبقى ترتيب الازواج لو 2 خطي، لو 3 مثلث او ثلاثي، لو 4 رباعي او ساعات بيقولوا ايه؟ قاعده رباعيه او رباعي الاوجه. تمام؟ كده خلصنا الشكل الفراغي، خلصنا ترتيب الازواج. خدنا بعد كده شويه ملاحظات مهمه بيجي لك عليها اسئله كتير في اختياري.
بعض المركبات لما بيجيبها لك، بعض المركبات المعروفه او غير معروفه، يقول لك ايه؟ كلما زاد عدد الازواج الحره، كل ما عدد الازواج الحره في المركب اللي عندك زادت، كل ما قيمه الزاويه بتاعتك ايه اللي بيحصل لها؟ بتقل. كل ما قيمه الزاويه بيحصل لها ايه؟ بتقل. طيب يعني ايه؟ يعني يا مستر انا لازم كده اشوف المركب ده، لو المركب ده فيه ازواج حره كتير يبقى ده معناته حتى لو انا ما اعرفهوش، يعني انا ما اعرفش الزاويه قيمتها كام، حتى لو المركب اللي قدامي ده انا ما اعرفوش وما اعرفش قيمه الزاويه كام، ابدا يا باشا اروح كده بكل بساطه اشوف هو فيه كام زوج حر. طب هعرف منين ان هو فيه كام زوج حر؟ هرسم. عشان كده دايما بقول ايه؟ الرسم مهم. انت دلوقتي عشان تعرف تحل مشكلتك هتبقى في الامتحان، او فلو انت لسه بتبدا المنهج ولسه بتشوف الحصه دي وبتشوف كذا، انا بقول لك اهو من دلوقتي لو ما اشتغلتش ان انت تتعود بايدك انك ترسم، زي ما بقعد كل حصه مثلا في الحصص الاساسيه ادادف حضرتك واقول لك ارسم، ارسم المركب، وبعد ما ترسم المركب تكتشف ان السؤال اللي انت سايبه او حله غلط كان ممكن تحله صح، بس انت عشان ايه؟ كلكم ما شاء الله فهلويه وفهيمه قوي، وتقوم جاي ايه؟ باشا خلاص على طول كده اهو شغال طق 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 معلم، وانا بمجرد النظر ما شاء الله ارسطو شغال. إيه يعني بص بمجرد النظر، بص مثلا هتبقى كذا تطلع كذا دي غلط. طب ما ترسم يا حبيبي، انت يعني خسران ايه؟ عندك ايه تخسره يعني اكتر من اللي انت فيه كده؟ ما انت فاقد الشغف وفاقد الدنيا كلها. واقف مصدوم في مرايتي حبايبي ليه قتلوني، في حكايتي بحاول اخبي دموعي. ما اعملها، ما جاتش على حاجه يعني. ما تزعلش مني انا فعلت عليك، بس انت عشان مضايقني. طيب ادي هو عندي مثال، لما اجي هنا مثلا عشان برضه تبقى شايف الطريقه، انا عندي المثال سي اتش 4 معهوش ازواج حره ولكن كله ارتباط. عرفت منين يا مستر؟ ما رسمتش، ما واضحه. سي اتش 4 هاي الكربون هتعمل 4 روابط ومعاه 4 هيدروجين، خلاص. ان اتش 3، ال اتش 3 هيبقى ذره نيتروجين اهو، برسم معاك اهو، برسم معاك على الهواء اهو، ذره نيتروجين مرتبطه بايه؟ بثلاثه هيدروجين ومعاها زوج حر. معاها زوج حر واحد، يبقى طبيعي الزاويه بتاعتها هتبقى اقل من مين؟ اقل من المثال. الميه معاها 2 زوج حر لان هي او 6، لما الاو هتبقى مرسومه وادها الهيدروجين دي هتاخد الكترون والهيدروجين دي هتاخد الكترون، يبقى معاها 4 يتقسموا لزوج وزوج، يبقى معاها زوجين. فبالتالي فعلا الميثان اهو لما جينا نبص على الزاويه بتاعته كان ب 109 ونص، بينما الامونيا كان ب 107 والميه ب 105. وقلنا ساعات كان بيكتب لك الميه ب 104 ونص تقريبا 105، فسواء 104 ونص او 105 الاثنين الزاويه بتوع مين؟ بتوع الميه، يعني سواء جاب لك دي او جاب لك دي. طيب الملحوظه الثانيه اللي كانت بعد كده كان بخصوص مركب ثاني اكسيد الكربون. قال لك مركب ثاني اكسيد الكربون هو مركب غير قطبي. مركب غير ايه؟ قطبي، يعني بينضم لفئه المركبات التساهميه الغير قطبيه، يعني ما بيتكونش من اقطاب، ما فيش قطب موجب وقطب سالب فيه. قال لك وبالرغم من كده انه بيحتوي على رابطتين ايه؟ قطبيتين، يعني هو مركب فيه رابطتين قطبيتين بس هو كمركب غير قطبي. طب ليه غير قطبي؟ قال لك عشان كانت الكربونه او كان عشان الرابطه الاولى كانت بتلاشي الرابطه الثانيه، يعني الرابطه دي بتروح تلغي الرابطه الثانيه، الرابطه دي بتروح تلغي الرابطه دي. دي رابطه تساهميه قطبيه ودي رابطه تساهميه قطبيه، الاثنين روابط تساهميه قطبيه ولكنهم مختلفين فين؟ في الاتجاه. فقال لك بسبب ان الجزيء خطي، يعني هم على استقامه واحده او على خط عمل واحد، والرابطتين قطبيتين ليهم نفس المقدار، فالرابطه الاولى بتلاشي الرابطه الثانيه، الرابطه الاولى بتروح يا باشا تقضي على الرابطه الثانيه، تخلص عليها، ما عادتش موجوده، فيبقى ولا انا ولا انت، زي ما بيقولوا كده، ولا انا ولا انت، ولا انت قطبي ولا انا، ولا انت هتعمل رابطه قطبيه ولا انا هعمل رابطه قطبيه، ويبقى عندي المركب مركب ماله؟ غير قطبي. طيب النظريه الثالثه اللي كانت عندنا نظريه رابطه التكافؤ. نظريه رابطه التكافؤ قال لك ببساطه كده وبسهوله ان الاوربيتالات او ان الذره المركب التساهمي ده بينشا من تداخل اوربيتال في الكترون واحد. اوربيتال في الكترون واحد، ممكن كذا اوربيتال بس الشرط الاساسي ان يكون في كام الكترون؟ الكترون واحد. بعد لما هتنشا من كذا من اوربيتال في الكترون واحد تروح ترتبط مع ذره ثانيه برضه فيها اوربيتال في الكترون واحد. ممكن يبقى عندي 4 اوربيتال 5 اوربيتال، مش مشكلتي. الفكره كلها في ان العدد الاوربيتالات اللي هيبقى فيها الكترون واحد هي دي اللي هتعمل. ما هو طبيعي عشان انا عندي الاوربيتال بيحتوي على كام الكترون؟ 2. فانا دلوقتي لما اخد الكترون من هنا والكترون من هنا هيتداخلوا مع بعض فيكون لي شكل الايه؟ يكون لي شكل المركب. طيب وخدنا في العمليه دي عمليه التهجين، انا هشرح بس الايه؟ الحاجات بتاعتها الاساسيه لحد لما نخش على الجزء اللي جاي عشان مجمعينه كده مع بعض عشان ما اقعدش ايه الخبطك معاه، وفي نفس الوقت هي كده كده مقارنه موجوده عندك لازم تبقى عارفها فعشان نبقى نشتغلها مره واحده. فتعالى نتكلم عن شروط عمليه التهجين، ولما هاجي للتهجين او لما اجي للصفحه اللي بعد دي هبدا اكلمك عن التهجين ده بيحصل ازاي وهكذا. بص يا سيدي،
قال لك اول حاجه من شروط عمليه التهجين انها تحدث بين اوربيتالات نفس الذره. لازم تركز على جمله نفس الذره دي، لان نفس الذره دي مهمه. ليه؟ ما هو لو من ذرتين مختلفين وتداخل اوربيتال من هنا مع تداخل اوربيتال من هنا، ما دي كده بقى اسمها رابطه. انما التهجين بيحصل في اوربيتالات نفس الذره. انا عندي هنا ذره هيحصل ما بينهم وبين بعضهم ايه؟ تداخل. قال لي 2 تحدث ما بين اوربيتالات متقاربه في الطاقه، لازم تبقى طاقتك قريبه من بعضها. يعني مثلا 4 اس مع 3 دي، ال 4 اس هتبقى طاقته ب4 وال 3 دي هتبقى طاقته ب5، فاصبح كده هم متقاربين فين؟ في الطاقه. كذلك برضو، انما ما ينفعش مثلا 1 اس مثلا و4 اس، 1 اس الطاقه بتاعتها ب1 و4 اس الطاقه بتاعتها ب4. بص، لازم الفرق هتلاقيه واحد. طالما الفرق واحد انت امان. اكتر من واحد 2 او 3 او 4 او حتى 5 او 10 لا يا باشا ما ينفعش، يبقى دي مش هتنفع يحصل ما بينهم وبين بعض تهجين. لازم التهجين عشان يحصل ما بين رابطتين او متقاربتين في الايه؟ في الطاقه. طيب 3 عدد الاوربيتالات الداخله في التهجين بتساوي اللي خارجه. انا هتشوف الحته دي دلوقتي، بس المهم ان عندك ان انت لو هتدخل 3 يتعمل لهم تهجين لازم الناتج اللي خارج يبقى 3. النوع بس اللي هيبقى مختلف، هيتحول من اوربيتال ذري لاوربيتال مهجن. بس لو انت مدخل 3 نقي يبقى هيخرج 3 مهجن. 4 الاوربيتالات المهجنه دايما هتلاقيها اكثر نشاطا. دايما الاوربيتال المهجن اكثر نشاطا من الاوربيتال الغير مهجن او بنسميه الاوربيتال النقي. دايما هيكون اكثر منه في الايه؟ في النشاط. ليه؟ قال لك عشان بيكون اكثر بروزا، بتبقى المنطقه المعرض ليها التفاعل اكتر بروزا اكتر. ازاي؟ يعني مثلا ده هيبقى مثلا زي شكل الاوربيتال بالشكل ده كده. هو منبعج من الايه؟ من الشكل الخارجي، ولكن هو شكله الداخلي اللي هنا ماله؟ رفيع او صغير. فده معناته ان المنطقه دي فيها الالكترونات تواجدها قليل، فهو موجود هنا اكتر، فالذره مش هتحتاج انها تدور، هتروح ترتبط من الجزء ده على طول. فهي كده كده بترتبط من هنا، ولكن هنا ده دليل ان مفيش ايه؟ مفيش عندي الكترونات. نخش للصفحه اللي بعدها. في الصفحه اللي بعدها خدنا نظريه الاوربيتالات الجزيئيه. نظريه الاوربيتالات الجزيئيه هي كانت نظريه بتتكلم على تعاملك مع المركب التساهمي. يعني خلينا نقول هي النظريه بقى اللي لمت كل النظريات اللي جت قبلها وجمعتها لك في نظريه واحده بتتكلم بمفهوم صحيح وعلمي ومفسر لكل تفصيله في المركب التساهمي. كانت بتقول لك ايه النظريه؟ كانت بتقول لك ان المركب التساهمي هو عباره عن ذره كبيره متعدده الانويه. يعني المركب التساهمي اللي عندك هو مش ذره صغيره، لا ده ذره كبيره متعدده الانويه، ذره حجما كبيره وفيها فيهاش نواه واحده. المتعارف ان الذره بيبقى فيها نواه واحده، قال لك لا دي فيها اكتر من نواه. فيها اكتر من ايه؟ فيها اكتر من نواه، 3 بقى 4 على حسب المركب اللي عندك. تتدخل فيها جميع الاوربيتالات الذريه اللي هي اوربيتالات اس وبي ودي واف، اللي هم 1 اس 2 اس 2 بي. دي اسمها الاوربيتالات الذريه. الاوربيتال اللي انت بتاخده اللي انت خدته في الترم الاولاني 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 4 اس 3 دي، الجو ده، دي كل دي اوربيتالات ذريه. كل دي اوربيتالات ايه؟ ذريه. اللي هينشأوا من تداخلهم مع بعض دول هيكونوا لي نوع من الروابط او نوع من الاوربيتالات اسمه الاوربيتالات الجزيئيه. الاوربيتالات الايه؟ الجزيئيه. الاوربيتالات الجزيئيه دي هي عباره عندي عن 3 انواع، انا هدرس منهم 2 بس، يا اما سيجما يا اما باي يا اما دلتا. انا مش هاخد دلتا، انا هاخد السيجما والباي، هاخد السيجما والايه؟ والباي. طيب نمسك كده بالراحه الرابطه السيجما او الاوربيتال الجزيئي سيجما. الاوربيتال الجزيئي سيجما اللي بيتكون عندي ده او الرابطه اللي بتنشا عندي دي بتنشا ازاي؟ قال لي تنشا بالتقابل بالراس، وهي رابطه قويه صعبه الكسر. يعني ايه بالتقابل بالراس؟ مش احنا قلنا ان الاوربيتالات الجزيئيه بتنشا من اوربيتال ذري؟ انا عندي اوربيتال ذري اهو وادي اوربيتال ذري اهو، هيتداخلوا الاثنين مع بعض بالايه؟ بالراس. وطالما هيتداخلوا بالراس هتبقى قوه اصطدامهم كبيره، ونتيجه لقوه الاصطدام دي يخليها رابطه قويه، قوتها كبيره، قوتها عاليه، وصعبه الكسر. صعبه الايه؟ الكسر. صعب ان انت تكسرها، ما هتتكسر بس صعب ان انت تكسرها، محتاجه منك مجهود او طاقه كبيره قوي عشان تتكسر. طيب تنشا من اوربيتال مهجن مع اوربيتال مهجن. يبقى تنشا من ايه؟ يا اما من اوربيتال مهجن مع اوربيتال مهجن، يا اما اوربيتال مهجن مع اوربيتال ناقي. يبقى شرط اساسي عندي ان لازم يكون موجود عندي اوربيتال مهجن، لازم يكون موجود عندي اوربيتال ايه؟ مهجن. عشان انا دلوقتي لما اجي هقول لك عندك كام رابطه سيجما؟ هتقول لي 3. هقول لك يبقى انا محتاج كام اوربيتال مهجن؟ 3. انا ليه هحتاج السيجما قد عدد الاوربيتالات المهجنه؟ عشان في الحالتين عشان اكون رابطه سيجما لازم يبقى عندي اوربيتال ماله؟ اوربيتال مهجن، سواء مهجن مع مهجن او مهجن مع نقي، لازم شرط اساسي يكون المهجن موجود. طب الرابطه الباي قال لك دي كانت بتنشا بالتداخل بالجنب، بيخبطوا في بعض بالايه؟ بالجنب، او بيتداخلوا في الجنب بينهم وبين بعضهم، فده بيخليها رابطه ضعيفه سهله الكسر. يبقى الرابطه السيجما قويه صعبه الكسر وتنشا بالتقابل بالراس، بينما الرابطه الباي كانت سهله الكسر وضعيفه. طيب
كانت بتنشأ من اوربيتال نقي مع اوربيتال نقي، يعني اوربيتالين ذرين مع بعض لما يندمجوا هيكونوا عندي مين؟ رابطه باي. طب اوربيتال مهجن مع اوربيتال مهجن سيجما، اوربيتال مهجن مع اوربيتال نقي سيجما برضه. فالحالتين يبقى انا عرفت ان السيجما بتنشأ من مهجن مع مهجن او مهجن مع نقي، انما الرابطه الباي بتنشأ من نقي مع نقي. وقال لك هنا ملحوظه مهمه جدا، اي رابطه احاديه دايما هتلاقيها سيجما، يعني اي رابطه احاديه عندك هتكون رابطه مالها سيجما. وما زاد عن الاحاديه، يعني لو كانت اكتر من احاديه، لو كانت مثلا ثنائيه او ثلاثيه هيبقى فيها روابط باي. طيب قبل ما نكمل تعال نخش نشوف الحته دي، عشان الحته دي مهمه، دي اللي احنا اصلا هنستخدمها وهنسهل بيها على نفسنا الحل. زي ما احنا قلنا احنا بنحاول ان احنا نسهل الحل على نفسنا. انا مثلا وليكن انا عندي اهو ادي شرطه واحده، وليكن مثلا ادي كربونه وادي كربونه ما بينهم شرطه واحده، وادي كربونه وادي كربونه بينهم شرطتين، وادي كربونه وادي كربونه ثانيه بينهم 3 شرط. بالراحه يا باشا، انا دلوقتي اهو قال لي اي رابطه احاديه زي دي تتكون من خط واحد هي رابطه سيجما، يبقى دي سيجما. طب لو ثنائيه دي بقى مش انت عايز تحفظ، مش انت يلزمك بصمجه؟ بصمجه يا باشا، اللي تحتها بتكون اللي تحت سيجما واللي فوق باي. طب لو 3 شرط اللي في النص سيجما وتحت وفوق باي. يبقى انا ابص عندي للمركب، والله لو بيتكون من خط واحد يبقى دي رابطه سيجما، لو بيتكون من 2 يبقى اللي في النص سيجما لو بيتكون من 2 اللي تحت سيجما واللي فوق باي، لو من 3 اللي في النص سيجما وتحت وفوق باي. ده في مركب معين؟ لا، في اي حاجه عامه، وهنشوفها دلوقتي. يعني لما نيجي نرسم دلوقتي المركبات هتشوفها قدامك. طيب ارجع يا باشا للبي دي اف بتاعنا. قال لي عند تفاعل ذرة الكربون المستقرة يجب أولا إثارتها، يعني لازم عشان تفاعل أي ذرة كربون أو عشان تعمل ما بينها مثلا ترتبطها مع حد لازم تعمل لها عملية إثارة. ليه؟ الكربون بطبعه، أو هو اللي بيتكلم تحديدا عن الكربون، بس خلي بالك إنها مش شرط برضه، ممكن تحصل لعناصر تانية شفناها مع بعض وإحنا في أجزاء الحل لما كنا بنحل في الحصص. ان انا ممكن لازم في بعض الاوقات عشان اعمل رابطه معينه لازم اخلي الذره دي تخرج من حاله الاستقرار بتاعتها الاول تبقى مثاره، عشان يبقى فيها اوربيتالات فيها الكترون مفرد، عشان تقدر انها تكون لي مين؟ تكون لي الرابطه بتاعتي. فيبقى انا دلوقتي اهو هنا في حاله الكربون، ذره الكربون المستقره عشان تقدر انها تدخلها في التفاعل حضرتك وتعمل وتعيش سلوكها الطبيعي، احنا قلنا في البدايه انها بتعمل 4. فلما جم العلماء يوزعوها وهي مستقره اكتشفوا انها بتعمل رابطتين بس. طب بعد لما عملوا الرابطتين قال لك احنا عايزينها تعمل 4. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك احنا نعمل لها عمليه اثاره، نعمل لها عمليه اثاره. عمليه الاثاره دي بعد لما حضرتك هتعملها هيبقى عندك 4 اوربيتالات فيهم الكترون واحد. قال لك بعد لما تعملهم كده هتروح تعمل لها بقى تهجين على حسب هي عايزه تكون كام ربط او عايزه تعمل كام ربط. طب تعالى نشرح العمليه دي وبعد كده نخش على اشكال المركبات عشان افهم يعني ايه هعمل لها تهجين. طب يا سيدي تعالى بقى بص كده اهو، انا دلوقتي هبص او هروح عشان اشوف ذره الكربون وهي في حالتها الايه؟ وهي في حالتها العاديه المستقره، وبعد كده تبدا تثار وهكذا. قال لي في الطبيعي او في الاول انا عندي ذره الكربون، الكربون رمزه C6. الكربون C6 اللي موجود قدامي ده لما اجي اوزعه، تعال نوزع اهو، هيبقى 1s عباره عن فيه 2 الكترون، صح ولا غلط؟ اهو 2s هيكون برضو فيها 2 الكترون، في اعتراض 2 4، واخيرا 2b عباره عن اوربيتال او في 3 اوربيتال، هيبقى في ادي 1 ادي 2 الكترون. كده اصبح قدامك ذره الكربون وهي مستقره. ذره الكربون وهي مالها؟ ذره الكربون وهي مستقره بيحصل فيها ايه؟ بتكون بالشكل اللي قدامك ده. كده بالشكل اللي قدامك ده هي كده تعمل كام رابطه؟ 2 يا مستر، لان انت عندك 2 اوربيتال بس اللي فيهم الكترون واحد. طيب خش على اللي بعدها. انا عامل لها عمليه اثاره، هعمل لها عمليه ايه؟ اثاره اهو. طيب بعد ما عملت لها عمليه اثاره ايه اللي هيحصل؟ قال لي يا مستر هيبقى الكربون C6 برضو ولكن ايه؟ وهي مثاره. عمليه الاثاره دي هيحصل فيها ايه؟ قال لي هيحصل فيها كالتالي. مش انت هنا عندك في الاس في الكترون؟ قلت لك اه. مش في هنا 2؟ قلت لي اه. قلت لي هتاخد واحد من الاثنين دول ترفعه فوق هنا، يبقى ده اللي هتعمله عمليه الاثاره، ان هي هتكسب الالكترون ده كم من الطاقه مش هيكون مناسب مع المستوى اللي هو فيه، فيضطر انه يروح للمستوى الاعلى علشان يتناسب معه في الايه؟ يتناسب معه في الطاقه. فلما تيجي تشوف ذره الكربون يا باشا بعد لما حضرتك
عملتها مساره هتلاقي ال1 اس زي ما هي، ولكن ال2 اس بعد لما كان فيها 2 الكترون بقى فيها الكترون واحد. طب وال2 بي عباره برضه اهو عن 3 اوربيتال، معلش دخلوا في بعض، 3 اوربيتال بقت شبه اكس او، بقوا دخلوا في بعض اهو، بقى 1 2 3. كده بقى قدام حضرتك كام اوربيتال فيه الكترون واحد؟ ادي 1 2 3 4. كده ذره الكربون تعرف تعمل كام رابطه؟ تعمل 4 روابط. طيب بناء على التهجين هتبدا تحدد. بص يا سيدي هناخدها كده لمثال عشوائي، ونبدا ان احنا لما نيجي نشرح هنبدا نطبق نفس اللي عملناه. ذره الكربون هتعمل نفس اللي هتعمله في كل المركبات اللي هتيجي نشرحها دلوقتي، بس ولكن افهم معايا التهجين. انا بقول لك انا معايا 3 روابط سيجما، يبقى انت عايز كام اوربيتال مهجن؟ 3. ركز في الحته دي، معاك 3 سيجما يبقى انت عايز كام اوربيتال مهجن؟ 3. فهقوم كاتب له كده زي الرياضه، هقول له انا دلوقتي عايز 3 اوربيتال هجين. اعملهم ازاي؟ المستر قال لي هتاخد، او اللي قلنا ان الرابط ان التهجين هو عمليه تداخل ما بين اوربيتالات نفس الذره، اديني جوه نفس الذره وهعمل تداخل ما بين الاوربيتالات، بس انا عايز اعرف هاخد كام اوربيتال. فقال لي مش انت قال لي بص اساسي معاك ال1 اس، ال2 اس ده اهو الاوربيتال اللي فيه اساسي، ادي ال1 اس. قلنا ان ال1 اس دي ال1 اللي مكتوبه دي مش رقم المستوى، ده معناته ان انت واخد 1 اوربيتال منين؟ من الاس. معنى ال1 اس اللي انا كاتبها دي، محدش يقول لي يتذكى ده المستر غلط، ده كان كاتب 2 اس كتبها تحت 1 اس. لا يا حبيبي يا مفتح، ال1 اس اللي هنا هيها الايه؟ هيها ان انا معناته ان انا واخد 1 اوربيتال من الايه؟ من المستوى اللي قدامي ده. طيب يلا يا كوتو، 1 زائد كام يدينا 3؟ 2. برافو عليك شطور. زغرطوا يا اخوان، يا حتى زغرطي والنبي يا نسوان. الله 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 الله. تعمل المعادلات الصعبه دي ازاي؟ الحاجات دي صعبه جدا عليك انا عارف. اعملها بالاله الحاسبه بقى. طيب 1 زائد 2 يدينا 3. الاثنين دول انت حضرتك هتاخدهم منين؟ هتاخدهم من البي، هتاخدهم من البي المستوى اللي بعده، فهقول له 2 بي. يبقى انا كده خدت 2 اوربيتال من البي و1 اوربيتال من الاس، كون لي الثلاث اوربيتالات الهجينه. اللي قدام حضرتك ده الرقم ده هو بس لوحده ده اسمه عدد الاوربيتالات المهجنه. عدد الاوربيتالات اللي حضرتك هتخرجها، عدد الاوربيتالات اللي حصل لها عمليه تهجين. وزي ما احنا قلنا كده، فاكر الشروط؟ قلنا اللي داخل لازم يكون قد اللي ايه؟ اللي خارج. طيب بالنسبه لنوع التهجين، المستر قال لي بكل بساطه ارفع كل واحده للي جنبها. يعني لو دي اس واحد خليها اس، يبقى اس واحد اهو. مش دي جنبها واحد تبقى اس، مش دي جنبها 2 تبقى بي اس 2. صعب الكلام ده؟ وده اللي طلع عندي او اللي خرج عندي ده بسميه نوع التهجين. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا دلوقتي اهو عرفت دلوقتي عندي اهو ازاي اعمل تهجين. هعمل تهجين بناء على عندي كام رابطه سيجما؟ عندي 3، بحط ال3 وانا عايز اوصل لها. معايا مين اساسي دايما في اي عمليه تهجين؟ الاوربيتال اللي باخده منين؟ من الاس. بعد كده بقى بشوف انا محتاج قصاده كام اوربيتال، سواء من البي او دايما هيكون في الاغلب من البي، يعني عندك السنه دي او الترم ده دايما هيكون من بي، هتاخد عدد الاوربيتالات اللي انت محتاجه. هتشوف ادي الواحد وادي الثلاثه، كام يا حبيبي؟ زائد واحد، معادله من الدرجه الاولى لو انت بتحب الرياضه والكيمياء صعبه وني. مشكلتك دلوقتي هتبقى مع الرياضه. ايه في ايه زائد ايه قصدي، يديك الايه؟ الرقم اللي مقصود او الموجود قدامك. طيب نرجع بقى للملخص بتاعنا عشان نشوف الايه؟ نشوف الاشكال. خدت انت في المنهج عباره عن 3 مركبات: ميثان، ايثالين، اسيتالين. الميثان CH4، الايثالين C2H4، والايثالين C2H2. بالله عليك لا تكون بصمجي. يعني ايه؟ ما تبقاش بصمجي، يعني حاول على قد ما تقدر ما تبقاش بصمجي. ازاي؟ قال لي اصل المركبات دي ممكن تتغير، مش قاعده ثابته، مش حاجه انك لازم تمشي عليها ولازم يكون المركب ده اللي جاي لك في الامتحان. ممكن اجيب لك مركبات تانية بنفس الشكل بنفس كل حاجه، بس بدل ما هي كذا تبقى كذا. فانا دلوقتي اهو هروح ادي عندي الميثان، اول حاجه اعملها هي الرسم. برافو عليك شاطر، اتعلمت اهو، بقيت بتتعلم بسرعه. ادي الكربونه معاها كام اتش؟ 4. ادي واحده، ادي 2، ادي 3، ادي 4. خلصت رسم؟ لا، انا كبرت دلوقتي يا مستر، بقيت برسم وبحدد روابط. حدد روابط يا حبيبي. ادي رابطه سيجما 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 سيجما. كده كام رابطه سيجما؟ 4. الاربع روابط سيجما دول محتاج لهم كام اوربيتال هجين؟ 4 برضه. فعشان اعملهم كنا بنقول اهو ال1 اس معايا اساسي،
زائد مين يديني 4 اوربيتالات هجينه. هقول له هاخد الثلاث اوربيتالات اللي في البي، ما انا كده كده عارف ان الكربونه بعمل لها اثاره وبعد الاثاره ببدا اعمل لها تهجين. طيب ادي كده 4، ارفع كل واحده الاس اللي جنبها بقت اس بي 3 اللي مكتوبه عند حضرتك في المذكره. يبقى الاس بي 3 دي نوع التهجين ده انا جبته منين؟ ان انا لقيت ان هي عايزه تعمل 4 روابط مهجنه او 4 روابط مهجنه عشان هي عامله 4 سيجما، فعملت نوع التهجين. قلت 1 اس اساسي وانا عايز يبقى معايا 4، كام مع الواحد يدينا 4؟ يبقى 3 من البي، هاخد 3 اوربيتالات من البي اجمعهم مع بعض يدينا 4 وارفع كل واحده للرقم اللي جنبها كشكل اس يدينا اس بي 3. شفت اللي حصل هنا؟ هيحصل في اللي بعدها اهو. ادي الكربونه، ولكن انا عندي هنا كام كربونه بقى؟ انا عندي هنا 2. فبص يا سيدي بكل بساطه كده بالراحه ركز معايا، انا عارف ان انت شطور. ادي الكربونتين معاك كام اتش؟ 4. اقسم قسمه العدل، خليك راجل حقاني المره واقسم قسمه العدل. ادي 1 ادي 2 3 4. ادي الاربعه. الكربونه بتعمل كام رابطه؟ 4. هي كده عامله كام؟ 2. حط 2 في النص اللي هتربطها ما بين الكربونه اللي جنبها. بقى دي حواليها 4 ودي حواليها 4. خلصت رسم؟ لا يا مستر انا كبير وشاطر وبقيت بعرف احدد الروابط. ادي سيجما سيجما تحت سيجما وفوق باي، قلت لك اهو بصمجها سيجما سيجما كده. عشان احدد بقى ما تروحش زي الذكي تحدد المركب كله. احنا كنا بنتكلم عن نوع التهجين في ايه؟ في ذره. فانت هتاخد ذره واحده بس تشتغل عليها عشان تحدد نوع التهجين. ذره واحده تشتغل عليها عشان تحدد نوع التهجين. طيب هنا هاخد ذره واحده ازاي؟ يعني هاخد كربونه بالاربع روابط بتوعها. هي هتاخد الكربونه دي بالاربع روابط، هتاخد الكربونه دي بالاربع روابط اهو يا مستر. ادي الكربونه وحواليها الاربع روابط بتوعها 1 2 3 4. عامله كام رابطه سيجما؟ عامله 3. يبقى انت محتاج كام اوربيتال مهجن؟ 3. ادي يا باشا، ادي انا محتاج 3 اوربيتال مهجن ومعايا مين اساسي؟ ال1 اس زائد كام يديني 3؟ يبقى 2 اوربيتال من البي، ارفع كل واحد يديك اس بي 2. نفس اللي عملناه هنا نفس اللي عملناه هنا هنعمله هنا. ادي الكربونه بس انا معايا منها 2. معاك كام اتش؟ 2. ادي لدي واحده وادي لدي واحده. بعد كده الكربونه بتعمل كام رابطه؟ 4. يبقى بينهم بقى دي ال3. خلصت يا باشا؟ خلصت يا ريس. ابدا حدد بقى الايه؟ السيجما والايه؟ والباي. ادي دي سيجما 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 باي باي. يبقى كده معاك كام؟ مستر انا بحسب الايه؟ بحسب الكربونه الواحده. ادي الكربونه الواحده حواليها الاربع رابط بتوعها. كام سيجما؟ 2. 1 اس اساسي زائد كام يدينا 2. خلاص يا مستر اللعبه اتحفظت. احنا تعالى نعيدها من تاني او نبص عليها من تاني. احنا بعد ما خلاص اتكلمنا وعرفنا عن التهجين بتاع الاستالين وقلنا ان عباره عن 2 روابطتين سيجما، فانا محتاج لهم 2 اوربيتال هجين. الاثنين اوربيتال هجين اللي موجودين عندي دول او اللي انا هتعامل معاهم، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل يا مستر كالتالي، ان انا هاخد 1 اس وهقول له كام مع ال1 اس يدينا 2، هيبقى 1 من البي، وهرفع كل واحد للاس اللي ايه؟ الاس اللي جنبه تدينا نوع التهجين اس بي. ورجعنا بعد كده اتكلمنا عن الزوايا وقلنا ان الميثان ب 109 ونص والاسالين ب 120 والاسيتالين ب 180. اصبح دلوقتي قدامي كده انا عرفت زاويه كل واحد منهم. الزاويه دي ممكن ما تبقاش شرط، ما يبقاش شرط المركب ده، ممكن تلاقي مركب بنفس التقسيمه بنفس التوزيع ونفس الزاويه. يعني ممكن بدل ما اقول لك C2H4 ممكن اقول لك C2HF C2F4 عادي. فما تحفظش، لا انا بفهم بتعامل ازاي مع المركب. هو مديني مركب، عملت ايه؟ اول حاجه رسمت، بعد لما رسمت حددت رابط السيجما والباي عشان لو عايز مني تهجين. بعد كده قدرت احدد الزاويه لو هو مركب من المركبات المشابهه اللي انا اصلا عارف زاويتها، خلاص بتعامل على هذا الاساس. طيب من حيث الشكل اللي ظهر قدامك فجاه ده، ان انا عملت ايه؟ هو بيقول لي رباعي الاوجه، يبقى هوصل لزوج الارتباط ده بالمركزيه، الارتباط ده بالمركزيه، الارتباط ده بالمركزيه. بعد لما وصلت كل الارتباط بالمركزيه مش باينه، ابدا يا باشا قلنا نرسم زي خطوط وهميه كده تبين لنا المركب اكتر. بعد الخطوط الوهميه دي كونت لنا شكل المركب الايه؟ شكل الهرم الرباعي. شكل الهرم الرباعي اللي هو شكل المركب الاكثر ثباتا. بعد كده دخلنا في المركب اللي بعده، خدنا ذره كربون واحده اشتغلنا عليها اهو، وصلت الارتباط بالمركزيه، الارتباط بالمركزيه، الارتباط بالمركزيه، وبعد كده بدات اقفل الشكل فكون لي شكل المثلث المستوي. هنا زي ما انت شايف كده تكون على طول شكل ماله؟ شكل خطي. الجزئيه بقى اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي وهو الشكل بتاع مين؟ التفاعل. يعني المركبات دي بتتفاعل بسرعه، بتتفاعل ببطء وهكذا.
احنا قلنا من البدايه ان الروابط السيجما هي روابط قويه صعبه الكسر، صعب حضرتك تكسرها. فده يخلي مركب زي الميثان، مركب فيه 4 روابط سيجما مفيش فيه روابط باي، صعب انه يتكسر، صعب انه يحصل له ايه؟ صعب انه يتكسر. ليه؟ مركب قوي. فبنقول عليه مركب من حيث النشاط مركب خامل نسبيا. يعني مركب مش شرط ان هو يخش معاك في تفاعلات، لا عادي جدا ممكن ما يخشش معاك في تفاعلات. ليه؟ هو هيخش بس صعوبه قوي، يا زي الغاز الخامل كده، هو تكاد يكون مستقر. فمحتاج ان انت تعرضه لظروف خاصه قوي وقويه قوي عشان يبدا ان المركب اللي عندك ده يبدا ان هو يبقى كويس، صالح ان انت بعد كده انك ترجع تعمل له ايه؟ انك ترجع صالح بعد كده انك ترفع تدخله في ايه؟ في تفاعل. انما في الظروف العاديه هو مش هيخش معاك في تفاعل، لانه زي ما احنا قلنا هو خامل نسبيا. بينما الايثالين كان فيه رابطه باي، الرابطه الباي دي قويه، الرابطه الباي دي قويه ولا صعبه ولا سهله الكسر؟ لا سهله الكسر ضعيفه. فهي سهله الكسر ضعيفه فتتكسر، فتبقى ايه؟ تخلي المركب نشط ان هو يقدر انه يخش يعمل تفاعل. طيب في جزئيه زي الاستالين، لا يا مستر ده نشط جدا. ليه نشط جدا؟ ده في رابطتين باي سهلين الكسر ضعاف، سهل ان هم يتكسروا ويتنشط عندي بعد كده ويعمل المركب. طيب بعد كده رحنا لحاجه اسمها الاوربيتالات المهجنه. الاوربيتالات المهجنه قال لك عشان تعرف عدد الاوربيتالات المهجنه في اي مركب انت هتروح تعمل حاجه من اتنين. ايه هي؟ هتشوف عدد الروابط السيجما وعدد الازواج الحر. عدد الروابط السيجما وعدد الازواج الايه؟ الحر. هتعرفها منين؟ من الرسم. هيجيب لك مركب هيقول لك مثلا NH3 مثلا، يلا يا عم اهو جاتش في جمل يعني، ادي ال NH3، وهيقول لك عايزك تجيب لي عدد الاوربيتالات المهجنه اللي جوه المركب ده. ادي يا مستر الN ان 7 ستقع حواليه في 5 وهي مرتبطه مع 3 فخلاص اهو. يبقى ادي هنا اتش، ادي الثانيه، ادي الثالثه. سيجما سيجما سيجما. كام رابطه سيجما؟ 3. 3 روابط سيجما. طيب كام زوج حر؟ 1. يبقى انت دلوقتي كده لما تجمع عدد الروابط السيجما وعدد الازواج الحره يطلع لك 3 و1 4. يبقى انت هنا عدد الاوربيتالات المهجنه في ال NH3 ده كام؟ 4. طب عشان اجيب نوع التهجين هقول له 1s اساسي عشان في الاخر معايا 4. كام مع ال 1s؟ يدينا 4، فهقول له 3b يبقى 3b ويبقى 3b زائد 1s تدينا 4 SB3، وهكذا بقى في اي مركب يبدا ان هو يشتغل معاك عليه. طيب خدنا بقى بعد كده بعد ما خلاص تقريبا زي شبه خلصنا من الاشكال او الروابط التساهميه وخلاص شرحناها وشرحنا مركباتها، جينا بعد كده الرابطه اسمها الرابطه التناسقيه. اسمها الرابطه الايه؟ التناسقيه. الرابطه التناسقيه هي نوع خاص من الروابط التساهميه، شبه الروابط التساهميه ولكنها ليها حالات خاصه. الرابطه دي بتنشا ما بين ذرتين، ما بينشا من كام ذره؟ ذرتين، احدهما بها زوج حر والاخرى بها اوربيتال فارغ. واحده فيها زوج حر والثانيه فيها اوربيتال فارغ، بحيث ان انا يبقى عندي زي بنفس الفكره كده ذره مانحه للالكترونات ودي طبيعي اللي هيكون فيها الزوج الحر، وذره مستقبله للالكترونات اللي فيها الاوربيتال الفارغ. طيب انا دلوقتي اهو عندي تفسير لمركبين، كان ايون الامونيوم وايون الهيدرونيوم. لازم تعرف دول بيتكونوا ازاي وبتيجي منين. ايون زي ايون الامونيوم اللي موجود عندي اللي قدام حضرتك ده، ايون الامونيوم ده اهو بكل بساطه كده، بص كده معايا. ايون الامونيوم بينشأ من الامونيا NH3. طب اروح ارسمها بس الاول بدل ايه قبل اي كلام اهو، ادي اتش وادي اتش عندي اهي، وادي الاتش الثانيه اهي ومعاها زوج حر، زائد مين بقى الذره المستقبله؟ مين الذره اللي هيبقى فيها الاوربيتال الفارغ؟ قال لي ذره البروتون بتاع الهيدروجين. بروتون الهيدروجين فيه 1 الكترون، فلما يفقده، لان خلي بالك اشارته اهو موجبه معناته انه فقط، لما يفقده يبقى الاوربيتال اللي في عنده ماله؟ فاضي، ما عادش فيه الكترونات. يقوم ياخد الاثنين الكترون اللي موجودين مع مين؟ مع الامونيا، ويدخلهم جواه. تعرف تجمع؟ اهو تعالى حتى نجمعها بشكل رسمي، او يا عم نجمعها عادي. انت كنت داخل معاك كام اتش؟ 3. هتخرج معاك كام اتش؟ 4، لان انت لسه خدت واحده زياده اهو، ادي 4 اتش. اي مركب شحنته بتكون بصفر وعدد، وهنا ده بموجب، موجب 1 وصفر، موجب 1. يبقى انت كده كونت مين؟ كونت الامونيوم من اتحاد الامونيا مع بروتون الهيدروجين الايه؟ مع بروتون الهيدروجين الموجب. طب في ايون الهيدرونيوم نفس الفكره، الهيدرونيوم بيجي من الميه، ادي اكسجينه معاها ادي هيدروجينه، ادي الثانيه، ومعاها هنا زوج حر وهنا زوج حر.
زائد نفس الفكره بروتون الهيدروجين الموجب، الاوربيتال الفارغ اللي هيكون مستقبل الالكترونات اللي حضرتك هتدخلها. خد بقى الاثنين دول، تاخد الاثنين دول مش هتفرق، المهم ان انت هتاخد الاثنين الالكترون دول وتوصلهم فين. شوف انا السهم انا بروح منين، باجي من هنا باخد الالكترونات من هنا ادخلها جوه الاوربيتال، لان ساعات بيجيب لك اسئله على الحته دي. طيب وهو نفس الفكره، كنت داخل المفروض ب H2O، خارج بكام اتش؟ انا خارج ب3، يبقى H3O، ونفس فكره اللي فوق شحنته الموجبه. يبقى ده ايون الهيدرانيوم وطريقه تكوينه، وده ايون الامونيوم وطريقه تكوينه. وبيجي على الحته دي او على الجزئيه دي سؤال مهم جدا لازم تكون عارفه. يجي يجيب لك كده يقول لك ايه؟ يحتوي مركب NH4OH او NH4Cl او H3OCl. ايا كان اللي جابه لك هو نفس الفكره، هو هيجيب لك مركب وهيقول لك عايزك تقول لي حاجه من اتنين، يا اما تقول لي انواع الروابط اللي جوه المركب ده، يا اما تقول لي ايه؟ عدد الروابط لكل المركب. يعني مثلا اقول لك المركب اللي قدامك ده فيه كام رابطه، كام نوع من الروابط؟ هتقول لي مثلا في رابطه تناسقيه، في رابطه تساهميه، في رابطه ايونيه، على حسب المركب اللي قدامك. او ويقول لك عايز عددهم بقى كمان، يعني مش انت قلت انواعهم، قول لي كمان عددهم. فمركب زي ال NH4OH اللي قدامك ده، المركب ده جاي منين؟ من امونيا متفاعله مع ايه؟ مع هيدروكسيد. قلنا ان ده مش شرط، ممكن يتغير. الامونيا NH4 اهو، والاو اتش اهو بالايه؟ بالسالب عندي. طيب خلاص يا باشا، تمام جميل، تمام جميل وزي الفل. ايه اللي يبدا يحصل بعد كده؟ قال اللي يبدا يحصل بعد كده كالتالي: ال NH4 هو جاي من زي ما احنا لسه قايلين فوق كده، جاي من مين؟ جاي من اتحاد الامونيا NH3 مع بروتون الهيدروجين الموجب. دول ما بينهم وبين بعض عاملين رابطه تناسقيه. واحد، رابطه تناسقيه معايا اول حاجه عدد رابطه تناسقيه. اتنين، ال NH3 ده ال N مرتبطه بالثلاثه هيدروجين اللي معاها دول بايه؟ برابطه تساهميه. برابطه ايه؟ تساهميه. طب هي مرتبطه كام اتش؟ 3. يبقى انا معايا كام اتش؟ معايا كام رابطه تساهميه؟ 3. يبقى انا كده قلت ان ال NH4 بس في 3 روابط تساهميه وواحده تناسقيه. طب ما ده موجب وده سالب، موجب وسالب شحنه موجبه وشحنه سالبه تكون لي رابطه ايونيه. يبقى انا معايا رابطه ايه؟ ايونيه. وفي الاخر زي ما استاذه بوسي قالت في 80 باكو، خليك دايما عارف ان في زوج حر في تناسقيه، مفيش زوج حر مفيش تناسقيه. في مشكله في الكلام ده؟ طيب جينا بعد كده بقى على الجزئيه الاخيره، وهي كانت جزئيه سهله وبسيطه خالص، وهي كانت بتتكلم عن مين؟ عن الروابط الهيدروجينيه او الروابط الفيزيائيه قصدي. الروابط الفيزيائيه هم كانوا زي ما احنا قلنا هم نوعين. ايه هم؟ يا اما رابطه هيدروجينيه يا اما رابطه فلزيه. الرابطه الهيدروجينيه دي كانت رابطه بتنشا عند وقوع الهيدروجين بين ذرتين اعلى منه في السلبيه الكهربائيه. يبقى هي اتسميت اصلا هيدروجينيه عشان اصلا بتتكلم في وجود مين؟ الهيدروجين. هيدروجين متواجد او واقع في النص ما بين ذرتين اعلى منه في السلبيه الكهربائيه، اعلى منه في السلبيه الكهربائيه زي الاكسجين والنيتروجين والفلور. يبقى الهيدروجين لو واقع ما بين الثلاث عناصر دول، اساس الرابطه اللي قدامك دي رابطه هيدروجينيه، اساسي من غير ما تفكر، رابطه هيدروجينيه. فترتبط برابطه تساهميه قطبيه، ثم ترتبط مع الثانيه برابطه هيدروجينيه، ثم ترتبط مع الثانيه برابطه ايه؟ هيدروجينيه. قال لي لا تنشا الا بين جزيئات مركبات قطبيه او مركبات عضويه بها مركب ايه؟ مركب قطبي. يعني لازم عشان تنشا لازم تنشا ما بين مركبات قطبيه يا اما مركب عضوي جواه مركب ماله؟ مركب قطبي. وخلي بالك ان قوتها بتزيد بناء على ايه؟ بناء على ان حضرتك كل ما زادت فرق السالبيه، تاني بنكررها تاني، كل لما يزيد فرق السالبيه كل ما قوه الرابطه الهيدروجينيه ايه اللي هيحصل لها؟ هي كمان هتزيد. يبقى دلوقتي لو فرق السالبيه قليل يبقى انت حضرتك هتبقى رابطه ايونيه رابطه هيدروجينيه ضعيفه، لو زاد يبقى انت رابطه قويه، وهكذا. وده يخلينا نروح لان الاتش اف، بما ان فرق السالبيه ما بين الاتش والاف اعلى ما يمكن، فهو اقوى العناصر، اقوى قصدي المركبات الايه؟ الهيدروجينيه، وبعديه جزيء الميه، وبعد كده النشادر. طيب قال لك تكون دايما اقوى ما يمكن اذا كانت على نفس خط عامل الرابطه القطبيه. يعني لو كانوا الرابطه كلها مترصه حوالين بعضها كده في شكل خطي، ده هيخليها مالها؟ ده هيخليها قويه. زي برضه في حاله الاتش اف، بما ان هو اقوى مركب خطي، هتيجي لما تيجي توزعه مثلا او تيجي تكون رابطه، هو الطبيعي اهو ان انت بيبقى عندك الاتش مرتبطه بالاف، بتعمل بقى رابطه هيدروجينيه. شفت الاف اهي؟ هتيجي بقى ترتبط بالاف مع رابطه هيدروجينيه. ده جزيء وده جزيء، ده فلوريد هيدروجين وده فلوريد هيدروجين. بس بص الهيدروجين واقفه ما بين مين ومين؟ واقفه ما بين ذرتين في ايه؟ واقفه ما بين ذرتين فلور، او واقفه ما بين ذرتين اعلى منها في السالبيه الكهربائيه، اعلى منها في السالبيه الايه؟ الكهربائيه.
اعلى منها في السلبيه الكهربيه من حيث ان هو ده بخلاها ان ده كل ده، فحصلت ما بينها ان ده شحنه سالبه وده كان شحنه موجبه وده شحنه سالبه، فهم الاثنين اعلى منه في السلبيه الكهربيه او اعلى منه في الايه؟ اعلى منه في السلبيه زي ما احنا قلنا. والهيدروجين واقفه ما بينهم هم الاثنين، عامله رابطه مع الاف اللي معاها في نفس المركب، رابطه تساهميه قطبيه، ومع المرابطه مع المركب الثاني او مع الجزيء الثاني طريق رابطه هيدروجينيه. طيب قال لك المركبات القطبيه بتوجد في الحاله دايما السائله او المساله، يعني ده فلوريد هيدروجين سائل، ميه سائله، امونيا مساله، زي السائله بالظبط. فبيوجد دايما في الحالات دي، دايما هتلاقي مركبات الهيدروجين لما تتجمع بتبقى في الحاجات دي. عشان بمثال لو ما تفتكر الحاجه اللي احنا كنا شرحناها في الاول واحنا اصلا بنتكلم في البدايه عن الرابطه الهيدروجينيه، قلنا ان المفروض والطبيعي لجزيء الميه ان من وزن الكتل بتاعه او وزن الجزيء بتاعه اللي هو 18 جرام على المول، ده وزن غاز، بس بسبب الرابطه الهيدروجينيه اللي مجمعه جزيئات الميه في بعضها، بايه اللي بيحصل؟ لما بتتجمع جزيئات الميه مع بعضها بتتحول للشكل السائل، عشان كده بمجرد حضرتك لما بتسخنها، ما هو التسخين ده عمليه ايه؟ كسر الروابط. لما تكسر الروابط الهيدروجينيه دي وانت بتعمل لبابا كوبايه الشاي وانت بتكسر الروابط، ايه اللي بيحصل؟ تلاقيه يطلع ينتج عنها بخار، بخار. بعد كده تقلي بتاخد الاشكال، بتاخد عده اشكال، يعني الرابطه الهيدروجينيه دي ليها اكتر من شكل. ايه هما؟ قال لي يا اما خطي اللي هو شكل الخط زي ما احنا كنا لسه راسمينه من شويه، يا اما حلقي مغلق، يا اما شبكي مفتوح. حلقي مغلق ان هو بيبقى واخد زي شكل الايه؟ زي شكل الحلقه كده بالظبط. لو جينا هنا نشوفه مع بعض، ادي مثلا اهو، ادي الهيدروجين مع الفلور، ده كده مركب تساهمي قطبي. ولكن في هنا تحت مثلا، ولا خلينا ناخدها من هنا، في هنا رابطه هيدروجينيه ثانيه ما بين فلورا في مركب ثاني فيه هيدروجين، والهيدروجينه دي تروح تعمل رابطه ثانيه مع مين؟ مع الايه؟ مع الفلور اللي موجود عندي. فاصبح كده دلوقتي ده اسمه شكله ماله؟ حلقي مغلق. طب الشبك المفتوح زي في جزيء الميه، اكسجينه مرتبطه بهيدروجينه من هنا وهيدروجينه من هنا، ترجع الهيدروجينه ترتبط باكسجينه، والاكسجينه معاها كده ده جزيء ميه تاني، يعني تروح ترتبط بجزيء ميه تاني، وترجع الهيدروجينه دي ترتبط بجزيء ميه تاني بالشكل ده كده، ويبقى عندي ايه؟ الميه او جزيء، ده اسمه الشكل الشبكي الايه؟ المفتوح اللي موجود عندي. واخيرا ولكن ليس اخيرا، الجزء الاخير بتاعنا واللي كان بيتكلم عن الرابطه الفلزيه. الرابطه الفلزيه هي رابطه بتنشا من سحابه من الالكترونات. المفروض والطبيعي ان انت بيكون سحابه من الالكترونات التكافؤ الحره التي تقلل من قوى التنافر بين ايونات الموجبه وتجمعها في شبكه بلوريه للفلز. بص يا سيدي، المفروض والطبيعي وليكن مثلا لو انا هتكلم عن سبيكه مثلا او قطعه من الصوديوم، هتلاقي قطع الصوديوم متجمعه جنب بعضها كده بالشكل ده كده. فقال لي السبب ان هم يتجمعوا جنب بعض بالشكل ده كده هو وجود ايه؟ قال لي وجود حاله من التجاذب. وجود حاله من ايه؟ من التجاذب. وجود حاله من التجاذب ازاي؟ قال لي المفروض ان دي مثلا اللي قدامك دول كلهم، كل دول ذرات صوديوم. المفروض ان هو بيقول لي ايه؟ سحابه من الكترونات التكافؤ الحره اللي بتقلل قوه التنافر ما بين الايونات. يعني معنى كده ان جزيئات الصوديوم دي يحصل انها ايه؟ تتأين، تتحول تبقى ايون موجب لان الصوديوم فلز. فكل دول بقوا شحنتهم موجبه، كل دول بقى شحنتهم مالها؟ موجبه. الشحنه الموجبه اللي قدام حضرتك دي او الشحنه الموجبه اللي عندك دي، ايه المشكله فيها او ايه اللي بيحصل فيها؟ قال لي يا مستر اللي بيحصل كالتالي، ان المفروض ان كل دول موجبين فيحصل ما بينهم وبين بعضهم تنافر، يبداوا ان هم يدفعوا بعض او يزقوا بعض. طب التنافر اللي هيحصل ده هينتج عنه ايه؟ قال لي التنافر اللي هيحصل ده يا باشا هينتج عنه كالاتي، ان هيحصل التنافر ده. فقال لي بس خلي بالك، كل ذره من دول هي هتحرر الكترون، مش هتفقده، هي هتحرره، هي هتخليه يلف حواليها. زي فكره ايه؟ انت دلوقتي رايح نازل خارج مع اصحابك او نازله خارجه مع اصحابك، فانت لقيتي كده الحاج او الحاجه بيقول لك ايه؟ خدي اخوكي معاك. فوانت نازله، انت نازله طبعا على اخرك، فهيحصل ما بينكم تنافر كبير جدا. فيقوم ايه؟ تقوم انت قايله له ايه؟ اطلع كده يا باشا، استقر كده براحتك، لف حواليا، يعني خليك في المنطقه كده حواليا، العب ودور ولف حواليا. فاصبح كده، هل هو انت فقدتيه؟ توهتيه؟ مشيتي رحتي اي حته كده قمت سايباه ماشيه؟ لا، هو انت خليتيه حر بس حواليك عشان ما يزعجكيش بقى وتعرفي تقعدي قعدتك ولا تعرفي تقعد قعدتك مع اصحابك. هي نفس الفكره، هو هيحرر الالكترونات انها تلف حواليه، فتلاقي الالكترونات عماله تلف حواليهم بقى كده بالشكل ده او بالشكل ده، عماله ما بينهم متقاطعه بالشكل ده. المهم انها بتقلل الايه؟ بتقلل التنافر ما بين الموجب والايه؟ لان الالكترونات داخله سالبه، الالكترونات داخله باشاره سالبه، اللي عمال بيلف حوالين دي الكترونات اشارتها سالبه، فهتقلل التنافر اللي ما بينهم فتخليها متماسكه.
وقال لي خلي بالك كل ما عدد الالكترونات اللي في مستوى الطاقه الاخير زاد كل ما قوه الرابطه الفلزيه بتزيد. يعني مثلا الصوديوم هتلاقي قوه الرابطه الفلزيه فيه ضعيفه، فعشان كده هو عنصر لين ومنخفض درجه الايه الانصهار، درجه انصهاره مالها منخفضه. بينما المغنيسيوم عشان فيه 2 هو طري. طري ازاي؟ يعني زي شبيه شويه للسلايم بالشكل ده، ودرجه انصهاره متوسطه. الصوديوم الالومنيوم قصدي بما ان فيه 3 فهو صلب ومرتفع، درجه انصهاره مالها مرتفعه. السيليكون بما انه شبه فلز، هو مش فلز ولكنه شبه فلز، ليه خواص بعض الفلزات او بيتشابه مع الفلزات في بعض الحاجات، هتلاقيه شديد الصلابه ودرجه انصهاره مالها مرتفعه جدا. طب لو 5 يا مستر، 5 ولو هتتكلم على عنصر تحديدا، لو قصدك ب5 عنصر من ال5A او 6A او 7A فانت غبي، لان دول لا فلزات، وهي اسم الرابطه الرابطه الفلزيه وبيحصل فيها ايه؟ يعني معنى كده الكلام ان اصلا انها فلز مع فلز، شغل دماغك. فلز مع فلز يا حبيبي يبقى انت بتدور على روابط او عناصر فلزيه. تمام؟ طيب ملاحظات، قال لي تزداد قوه الرابطه الفلزيه زي ما احنا قلنا كده بزياده عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير، كل ما عدد الالكترونات زاد كل ما كان عندي او كل ما كانت الرابطه الفلزيه بتاعتي اقوى. وتقل قوه الرابطه الفلزيه بزياده الحجم، يعني كل لما انت حضرتك كحجم ذري زاد كل ما كبر. بمثال سهل عليك ان انت تجيب عصايه كبيره وتكسرها، هتتكسر بكل سهوله، ولكن جزء او عصايه مثلا في حجم القلم ده لما تيجي تكسرها هيبقى عندك الموضوع صعب، مش هيبقى بنفس القوه او مش هيبقى بنفس الايه، مش هيبقى بنفس قوه او ضعف، لان دايما العصايه الطويله عندها نقطه او مركز ضعف، مجرد ما انت هتيجي تتخبط حتى لو خبطه بسيطه هتتكسر، انما حاجه صغيره لا هتستحمل شويه. طيب قال لك خلي بالك كلما ازدادت المسافه بيقل الجذب ما بينها وتصبح الرابطه الفلزيه اضعف وانصهارها طبعا هيكون اقل، وساعتها السيزيوم هو اضعف رابطه فلزيه لانه هو اكبر عنصر فلزي موجب من حيث الحجم الايه؟ من حيث الحجم الذري. وعايزك تبقى عارف ان الفلزات الانتقاليه اللي هي العناصر الانتقاليه تتميز بالفلزات الانتقاليه بشده صلابتها وارتفاع درجه حرارتها يمكن اكتر من السيليكون، لان في الحاله دي حضرتك مش بتجمع عناصر المجموعه، يعني مش بتجمع الكترون او 2 او 3 او 4، لا ده انت هتوصل ممكن ل 12 بس، ولكن كل ده في الفئه الانتقاليه مش في الفئه بي. يعني في الفئه دي اللي موجوده عندك في منتصف الجدول ساعتها هنا هتبقى الرابطه الفلزيه قويه جدا وشديده وصلبه يمكن اكتر من الايه؟ من السيليكون كمان. كده انا خلصت معاكم الباب الثالث، الروابط واشكال الجزيئات، كل حاجه بكل التفاصيل، شرحنا كل التفاصيل اللي احنا كنا خدناها وكل المنهج بتاعنا وكل حاجه كانت مظبوطه. اشوفكم في الفيديو الجاي واللي هيكون عباره عن ملخص برضو لذيذ زي الملخص ده كده للباب الباب الرابع بقى او الباب الثاني عندنا في المنهج. اتمنى اكون فدتك واتمنى تكون انت استفدت. اشوفك في الفيديو اللي جاي، لازم تكمل الفيديو اللي جاي عشان تبقى بجد قفلت المنهج على البريمو. السلام عليكم.